وبنبدأ الفيلم مع كريس وهو بيكلم مراته جيني، وبنعرف ان كريس شغال مهندس برمجة وغني جدا، بس نفسيته تعبانة اليومين دول وقرر انه يطلق مراته. فجيني بتعرف بنتها ان والدها هو اللي اختار ينفصل عنهم، برغم انها كانت بتحبه وكانت مستعدة تستحمله لحد ما يفوق لنفسه تاني. وبالليل كريس بيروح للماركت علشان يشتري شوية حاجات ليه، بس بيشوف بنت وبيعجب بيها من اول نظرة وبيكون اسمها سكاي. فسكاي بتنادي عليه علشان تاخد رأيه في مشروب معين لانها تعبانة من الشغل وعايزة تفصل دماغها شوية. ولما بيخرج وراها بيعرف انها طلبت عربية تجيلها بس اتأخرت عليها، فعرض عليها انه يوصلها في سكته بالعربية بتاعته. ولما بيوصلوا سكاي بتقوله انها مش عايزة تدخل السكن علشان متخانقة مع صاحبتها اللي عايشة معاها، فعرض عليها انها تروح تبات عنده لو ما عندهاش مانع. وطبعا هي بتقوله انا مش عايزة اكون تقيل عليك والكلام ده، بس هو عرفها انه عايش لوحده وان بيته كبير. وصاحب الفندق بيكون شايفهم من ساعة ما وصلوا لحد ما مشت معاه تاني. وبيروحوا سوا لبيت كريس اللي بتنبهر جدا اول ما دخلته بسبب انه راقي جدا. وبعد ما شربوا سوا بدأت سكاي تعرفه بنفسها اكتر، وبتقوله انها كانت شغالة عارضة ازياء بس دلوقتي شغالة في مطعم. وبتعرف انه هو شغال مهندس برمجة ونجح انه يعمل برنامج حماية للبيوت وعنده شركة بتاعته. وبيعرفها كمان ان البرنامج ده هو بيستخدمه في حماية بيته دلوقتي. وبعد ما خلصوا كلامهم سكاي بتشكره لانه سمح لها تبات عنده، وكملوا الليلة في اوضة النوم. وتاني يوم لما بيصحى مش بيلاقيها جنبه، وبتكون رجعت للسكن بتاعها. وصاحبتها ليزا بتكون زعلانة منها لانها مدمنة وبتعتمد على سكاي في كل حاجة، وكمان سكاي هي اللي معاها الجرعة بتاعتها. وبالليل كريس بيروح لسكاي المطعم اللي هي شغالة فيه، وبيعرفها انه هنا علشان يشوفها لانها مشيت من عنده قبل ما هو يصحى. ولما بيتمشوا سوا بتعرفه انها وحيدة وملهاش عيلة، فهو كمان بيعرفها ان الحال من بعضه خصوصا بعد ما طلق مراته. ولما بيوصل للعربية بتاعته بيلاقي واحد بيحاول يسرق العربية، فكريس بيقول له يمشي ويسيبهم في حالهم. وسكاي بترميه بإزازة كانت معاها بس مش بتيجي فيه، فبيحاول انه يضربها بالحديدة اللي معاه بس الضربة بتيجي في رجل كريس. وطبعا علشان الضربة كانت قوية فرجل كريس اتجبست. وسكاي بتوصله للبيت تاني يوم بعد ما خرج من المستشفى، وبتعرض عليه انها تقعد معاه الكام يوم دول لحد ما رجله تخف علشان تاخد بالها منه. فبتقوله انها هتروح تجيب هدومها من السكن وترجع له على طول، علشان كده بيديها رمز الدخول بتاع البيت علشان تدخل على طول لما ترجع. وفي الفندق بنشوف ليزا وهي متضايقة، وصاحب الفندق اللي اسمه رونالد بيعرفها ان صاحبتها اتعرفت على واحد غني وقريب جدا هتسيبها لوحدها وتعيش معاه. وسكاي بتوصل وبتدخل الأوضة علشان تلم هدومها وترجع تعيش مع كريس. ولما ليزا بتزعل منها بتعرفها انها هتغيب عنها يومين بالظبط وهترجع تعيش معاها تاني. وبالليل كريس بيصحى وبيلاقي سكاي رجعت البيت وبتديله العلاج بتاعه وبتهتم بيه. فبيقول لها ان هو بدأ يحبها، لكن سكاي بتقوله ان ده مجرد اعجاب مش اكتر. وتاني يوم بتصحى قبله وبتاخد تليفونه اللي بيتحكم بيه في البيت كله، وبتحاول تفتحه ببصمة وشه وهو نايم. ورونالد بيخبط على ليزا كتير بس هي مش بتفتح له، فبيضطر انه يدخل بنفسه وبيتفاجئ ان ليزا مقتولة في الحمام والبانيو كله دم. ولما الشرطة بتحقق معاه بيقول لهم انه شاكك في صاحبتها سكاي تكون هي اللي قتلتها، لكن الضابط بيفاجئه ان مفيش بنت اسمها سكاي اصلا. وكريس بيكلم مراته وبتعرفه ان بنته نفسها تشوف، فبيعرفها ان رجله مكسورة وانه مش هيعرف يخرج من البيت علشان يشوفهم. ولما مراته بتعرض عليه انها تجيله علشان تهتم بيه، قال لها انه جاب ممرضة علشان تهتم بيه. وفي وقت ما بتكون سكاي في الحمام بيستغل الفرصة علشان يفتش الشنطة بتاعتها، فبيلاقي صور ليها مع صاحبتها ليزا. ولما بتخرج وبتقوله بتدور على ايه، قال لها انه مش لاقي التليفون بتاعه. وتاني يوم بيصحى من النوم ومش بيلاقي الموبايل بتاعه زي كل يوم، فبيدور عليه في كل حتة لكن ما بيلاقيهوش. وبيشوف في الاخبار صورة ليزا صاحبة سكاي وبيعرف انها اتقتلت. وشوية وبتوصل سكاي للبيت، ولما بيسألها عن تليفونه بتقوله انها ما تعرفش هو فين. فبيقول لها ان صاحبتها اتقتلت، لكن بيتفاجئ انها ما اتأثرتش بحاجة وبتكمل اكلها عادي. فبيقول لها انت ما سمعتنيش انا بقول لك ايه؟ بتقول له سمعتك وانا اللي قتلتها علشان كانت بتسبب لي مشاكل على طول. وبنعرف انها كانت عايشة مع ليزا علشان تراقب كريس من اوضتها بالمنظار بتاعها لمدة شهر لحد ما عرفت عنه كل حاجة. ولما كريس بيتصدم من كلامها بيزعق لها وبيطلب منها تخرج من البيت دلوقتي.
لكن سكاي ولا كأنها سمعته وبتقفل كل البيبان والشبابيك بالتليفون بتاع كريس، ولما بيحاول ياخد منها التليفون بكهربه بيقع على الارض، ورونالد بيدخل الأوضة علشان ينظفها مكان ليزا علشان يسكنها لحد جديد، فبيجرب انه يشوف من المنظار بتاعها اللي كانت بتشوفه، وكريس بيكون مربوط في الكرسي وسكاي بتسأله عن الباسورد بتاع حسابه في البنك، فبتوقعه على الأرض وبتعذبه بالشنيور لحد ما قالها عليه، ورونالد بيفضل يدور لحد ما بيشوف سكاي في بيت كريس وهي بتغير هدومها، وسكاي بتكون حولت كل الفلوس من حساب كريس لحسابها في البنك، وبعدها بتطلب منه يتكلم كل العملاء بتوعه والبنوك اللي بيتعامل معاها علشان يمولوا الشركة بتاعتها اللي هتعملها، ورونالد بيكون متابع اللي بيحصل لكن ما بيكونش فاهم حاجة لسه، ولما بتفكه علشان يكلم العملاء والبنك بيحاول يخنقها علشان يهرب، لكن الاتنين بيقعوا على الارض، وسكاي بتضربه بالمقص في صدره، فبتبدأ تهدده انه لو ما سمعش كلامها هتقتل مراته وبنته، وبتبدأ انها تعرض كل اللوحات والحاجات الغالية اللي في البيت بتاعه للبيع، وبيتفاجئ بالحرامي اللي كسر رجله، وبيعرف ساعتها انها كانت مخططة لكل حاجة من الاول، ولما بتخرج علشان تبيع الحاجات الغالية بيكون كريس متكتف في الكرسي، ورونالد بيروح لبيته وكريس بيحاول يعمل اي حركة علشان يشوفه ويساعده، ولما بيكسر الازاز وبيدخل للبيت سكاي بتشوفه عن طريق كاميرات المراقبة بتاعة البيت، وبنعرف ان رونالد هنا علشان يسرق البيت مش علشان يساعد كريس، لكن بيعرض على كريس انه يساعده مقابل انه ياخد اللوحة الغالية، بس قبل ما يفكر انه يفكه كانت سكاي رجعت البيت وقفلت كل الابواب، فبيحاول انه يهرب منها بسرعة، بس سكاي بتكون وراه وشايفاه في الكاميرات، وكريس بيستغل الفرصة وبيفك نفسه وبيخرج من البيت، لكن العربية بتكون مقفولة وما بيعرفش يفتحها، فبياخد الموتوسيكل بتاع رونالد وبيهرب بيه بسرعة، وسكاي بتكون قتلت رونالد، وكريس بيقع من على الموتوسيكل قدام عربية كانت ماشية على الطريق، فبيعرف صاحب العربية باللي حصل علشان يساعده، والراجل خده معاه في العربية واتصل بالشرطة علشان كريس يعرفهم باللي حصل، ولما بياخد التليفون بيتفاجئ ان اللي بيتكلمه هي سكاي، وستيف بياخده للبيت تاني وبنعرف انه شغال مع سكاي، او بمعنى اصح سكاي هي اللي شغالة معاه، وده لانه جوز مامتها ومن صغرها وهو بيعلمها ازاي تشتغل في النصب لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده، وستيف بيتريق على كريس وبيقول له انت ما تستحقش الفلوس اللي معاك دي كلها، وبيقول له لو كنت فاكر نفسك ذكي بسبب البرامج اللي بتعملها فاحنا طلعنا اذكى منك وخدنا فلوسك على الجاهز، وسكاي بتعرفه انها كانت مضطرة تعمل معاك كده علشان جوز امها ما يزعلش منها، لكن كريس بيعرفها انها كدابة في كل كلامها بدليل انها كدبت عليه في اسمها كمان، وبيقول لها انت ما كنتيش مضطرة تعملي كده علشان انا حبيتك وكان ممكن اكتب لك كل حاجة باسمك، فهي بتقول له ما انت كمان كداب علشان عرفت انه مخبي فلوس في خزنة البنك ومحدش يعرف عنها حاجة، والخزنة دي مش بتفتح غير ببصمة صبع كريس، وعلشان كده قطعوا صباعه علشان يفتحوا بيه الخزنة وياخدوا الفلوس اللي فيها، لكن مراته وبنته بيوصلوا للبيت علشان يطمنوا عليه، وسكاي بتقول لها ان هي الممرضة بتاعت كريس وانه نايم دلوقتي ومش هينفع تشوفه، فبتطلب منها تمشي دلوقتي وتبقى تيجي بكرة، لكن جيني بترفض انها تخرج من البيت غير لما تطمن على جوزها يا اما هتبلغ الشرطة، فبيظهر ستيف وبياخدهم للأوضة اللي حابسين فيها كريس، وبعدها بيركب صبع كريس في ايده وبيعمل ان دراعه مكسور علشان يروح البنك ويسحب فلوس كريس من الخزنة، فكريس بيطلب من بنته انها تخرج من فتحة التهوية علشان تفتح لهم الباب وتخرجهم، وستيف وسكاي بيكونوا وصلوا البنك وقدر انه يفتح الخزنة، ولما كريس بيعرف مراته انهم راحوا البنك علشان ياخدوا الفلوس بتقول له ان مفيش فلوس في البنك لان المحامي بتاعها نصحها تسحب الفلوس من البنك علشان هو كان ناوي يطلقها، فكريس بيقول لها طب كده هم هيرجعوا على طول على هنا لما مش هيلاقوا الفلوس في البنك، وفعلا ستيف وسكاي بيلاقوا الخزنة فاضية وما فيهاش غير جواب من مرات كريس، فبيرجعوا على البيت علشان يتصرفوا معاه بطريقتهم، بس البنت كانت طلعت وفتحت لهم الباب، وكريس بيستخبى منهم، واول ما بيشوف ستيف بيحاول يقتله لكن ما بيقدرش يعمل كده، وسكاي بتمسك المسدس وستيف بيأمرها تقتل كريس، لكن سكاي بترفض انها تقتله وبتقتل ستيف بداله، وكريس بيستغل الفرصة دي وبيضرب سكاي بالسلاح اللي معاه، وبياخد التليفون بتاعه وبيطفي كل الانوار اللي في البيت علشان سكاي ما تعرفش تشوفه، فبيشغل الرؤية الليلية وبيعرفها انه قفل البيت وانها مش هتعرف تخرج منه، ولما
بتكون قربت منه بيهجم عليها وبيحاول يقتلها، بس سكاي كانت اقوى منه بسبب رجله اللي مكسوره وبتكون على وشك انها تقتله، بس مراته بتظهر وبتنقذه بسرعه. ولما بتهجم على سكاي علشان تقتلها، سكاي قدرت تفلت منها وكانت هتقتلها خلاص، بس بنتفاجئ ببنتهم قتلت سكاي بالمسدس من وراها. وقبل ما تموت بتعرف كريس ان اسمها الحقيقي مارجريت، وبتوصل الشرطه في الاخر زي ما احنا متعودين في كل الافلام، وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت تعمل لايك للفيديو لو الملخص عجبك، واشترك في قناه محمود عادل علشان يوصلك كل ملخصات الافلام الجديده اول باول. وسلام. وبنبدأ الفيلم مع ريتشارد وجينيفر وهم نازلين من الطيارة الخاصة في الصحراء، وبيكونوا رايحين يقعدوا في وسط الصحراء كام يوم علشان يصطادوا ويقضوا وقت لطيف سوا. وقبل ما الطيار يمشي عطى ريتشارد كيس صغير فيه نوع من المخدر هيكون ليه دور مهم معانا في فيلم النهارده. وبعد شوية ريتشارد بيدخل لجينيفر اوضتها علشان يستريح من تعب السفر، وبعد ما خلصوا بتجيله مكالمة من مراته اللي بتطمن عليه اذا كان وصل بالسلامة ولا لا. وبنعرف ان ريتشارد بيجي المكان ده كل سنة علشان يصطاد، وبيكون معاه 2 من صحابه. وتاني يوم الصبح جينيفر بتنزل للمطبخ علشان تشرب ميه، وفجأة بتشوف 2 صحاب ريتشارد واقفين قدامها، بس المفروض ان ميعاد وصولهم كان تاني يوم مش النهارده خالص. علشان كده ريتشارد اتضايق اول ما شافهم قدامه لانه ما كانش عايزهم يعرفوا عن علاقته بجينيفر، بس بما انه اتدبس فيهم خلاص فهو مضطر يخليهم يباتوا معاه النهارده. وبيعرف جينيفر بيهم وبيكون ده اسمه ستان وده اسمه ديمتري، بس وهما بيعرفوا نفسهم لجينيفر بنلاحظ ان ستان بيبص لها بصه مش كويسه ووراها مشاكل كتير جايه قدام. وبالليل كلهم بيكونوا قاعدين على حمام السباحه ومستمتعين بوقتهم، بس ديمتري تحس ان هو عبيط شويه لانه ماسك المنظار بتاعه وعمال يبص على جينيفر برغم ان بينهم وبين بعض متر. ولما شاف المخدر اللي الطيار اداه لريتشارد بيساله هو ايه ده، فريتشارد بيعرفه انه نوع قوي جدا بيسبب هلوسه لاي حد بياخده، وبيقول ان واحد صاحبه خد منه قبل كده فقطع رجله من غير ما يحس بوجع خالص، وعلشان كان خايف لحد من صحابه ياخد منه ويعمل مشاكل فاداه لجينيفر وطلب منها تخفيه خالص من قدامهم. بس جينيفر شغلت دماغها وشالته في السلسله بتاعتها اللي هي لابساها، وبعدها رجعت لهم تاني وبدات ترقص قدامهم علشان تطري عليهم القعده شويه. والواضح جدا ان الرجاله مبسوطين على الاخر ومش عايزين حاجه تانية من الدنيا. بس اللي واضح اكتر بجد بقى ان ستان هو اكتر واحد فيهم مبسوط فعلا، بالاخص لما جينيفر جات له وطلبت منه يقوم يرقص معاها. وتاني يوم لما بتصحى ستان بيستقبلها علشان تفطر معاه لان ريتشارد ما كانش موجود في البيت، فبيحاول انه يستغل الفرصه دي علشان يتقرب منها اكتر، بس بيتفاجئ ان جينيفر مطنشاه ومتجاهلاه تماما. وبعد دقيقه بتسيبه وبتطلع اوضتها لانها حست ان الوضع مش لطيف بالنسبه ليها. لكن صاحبنا ما كانش حابب انه يستسلم وقرر انه يطلع وراها الاوضه، فبيقعد جنبها وبيسالها عن السبب انها تجاهلت كلامه برغم انهم بالليل كانوا بيرقصوا سوا وكان حاسس انها معجبه بيه. بس جينيفر بتصده تاني بالكلام وبتقول له انت مش من النوع اللي انا بحبه بصراحه، خصوصا انك قصير وانا بحب الراجل الطويل. فبيحس انها بتهينه بالكلام ومع ذلك ما بيكونش عنده اي دم ومصمم على اللي في دماغه. علشان كده بتقوم من جنبه وبتروح تقف بعيد، بس هو بيروح وراها وبيعرفها انه هيعمل اللي هو عايزه سواء برضاها او غصب عنها. وبرغم محاولاتها انها تبعده عنها بس هو فرض نفسه عليها وهددها لو ما سمعتش كلامه. وبيظهر ديمتري وبيشوفهم في الوضع ده بس ما بيعرفش يتكلم مع صاحبه علشان بيخاف منه، علشان كده اضطر انه يقفل الباب عليهم ويسحب نفسه من الموضوع من غير ما يسبب لنفسه اي مشاكل. وعشان ما يسمعش صوتها وهي بتصوت اضطر انه يشغل التلفزيون ويعلي الصوت على الاخر. وبعد كام ساعه بيكون ريتشارد راجع للبيت وبيلاحظ ان صحابه قاعدين ساكتين وفي حاجه غلط. ولما بيسال ستان عن اللي حصل بيقول له في مشكله بسيطه قد كده اهو مع جينيفر، بس مرضاش يقول له ايه هي المشكله. فبيروح لجينيفر وبيسالها عن اللي حصل، بس هي بتطلب منه يتصل بالطياره علشان تروحها البيت. ولما شافها بتعيط وهي بتتكلم فهم اللي حصل، علشان كده خرج وبدا يزعق مع اصحابه بسبب اللي حصل. وجينيفر بتكون نامت واول ما بتصحى طلبت منه انه يروحها البيت دلوقتي، لكن ريتشارد بيعرفها ان صحابه هيجوا لحد عندها علشان يتاسفوا عن اللي عملوه، وكمان بيديها شيك بمبلغ كبير علشان تنسى اللي حصل وما تتكلمش في الموضوع ده تاني. لكن ده عصبها اكتر من ريتشارد وبدات تزعق وتهدده انه لو ما
تروحهاش دلوقتي، هتعرف مراته بكل حاجة بينهم. وطبعا دي حاجة تعصب ريتشارد وتخليه يهددها بطريقته انها لو فكرت تعمل حاجة زي كده هيقتلها. فجينيفر خافت من كلامه وقررت انها تهرب من البيت، ولما صحابه شافوها وهي بتجري وهو بيجري وراها قرروا انهم يجروا معاه علشان يمسكوها قبل ما تهرب. وطبعا دي بنت وهم 3 بيجروا وراها، وكمان بتجري وهي حافية من غير اي حاجة في رجليها، وبما انهم في صحراء وفي مكان ملهوش اول من اخر فطبيعي جدا انها هتتعب وهتقف. بس الحقيقة انها وقفت علشان الطريق كان ليه اخر، والاخر ده كان عبارة عن تل الجبل. فالتلاتة بيكونوا وصلوا وحصروها وهي واقفة على حرف التل وبتهدده انها هترمي نفسها لو حد قرب منها. بس ريتشارد بيطمنها وبيحاول يهديها، وعلشان يريحها خالص كلم الطيار وطلب منه يجي دلوقتي علشان يرجعها للبيت. فبتبدأ انها تهدى فعلا وبتقف مكانها لحد ما الطيار يجي ياخدها. بس فجأة ريتشارد زقها ووقعها من فوق التل، وبتكون وقعت على شجرة واتعلقت فيها. وستان وديمتري ما بيكونوش مصدقين ان ريتشارد جات له الجرأة انه يعمل حاجة زي كده. وبصراحة انا كمان ما كنتش متوقع انه يعمل كده، لكن ريتشارد بيبرر اللي عمله ده لانه كان متأكد انها بمجرد ما توصل للبيت هتعرف مراته بكل حاجة وهتفضحهم. والأسوأ من كده انها ممكن تقدم فيهم بلاغ ويتسجنوا اقل حاجة 15 سنة بسبب اللي عملوه. فبيرجعوا البيت وبيحرق هدومها وحاجتها علشان ما يبانش ليها اي اثر في البيت. وبعدها بيجهزوا عدة الصيد بتاعتهم علشان يروحوا المكان ما رموها ويدفنوها بدل ما حد يشوفها ويلبسوا جريمة قتل. وبنروح لجينيفر اللي بيكون وضعها صعب جدا والنمل بدأ يمشي على جسمها وياكل فيه، وبنتفاجئ انها لسه عايشة لان جذع الشجرة ما دخلش في قلبها. بس فعلا وضعها كان صعب جدا والموت كان احسن بالنسبة ليها. ومع ذلك بدأت تحاول لحد ما وقعت من على الشجرة، بس بيكون في جزء في جسمها من الشجرة وما ينفعش انها تشيله علشان ممكن تموت من الوجع. وفي نفس الوقت ده كان ريتشارد واصحابه في طريقهم لجينيفر علشان ينضفوا المكان من الدم ويدفنوها زي ما قلنا. بس لحسن حظها انها قدرت تسمع صوت العربية من بعيد، علشان كده كان قدامها فرصة انها تستخبى بسرعة قبل ما يوصلوا. وبرغم ان حركتها كانت صعبة جدا بس قدرت انها تستخبى على اخر لحظة قبل ما يشوفوها. والتلاتة بيتفاجئوا اول ما بصوا من فوق ويلاقوها مش موجودة في مكانها. والمشكلة بالنسبة ليهم دلوقتي ان يكون حد شافها وانقذها او انها تكون هربت فعلا. وريتشارد بيزعق مع ستان علشان هو السبب في كل ده، وعلشان كده قرروا انهم ينزلوا تحت ويدوروا عليها ويلاقوها قبل ما تهرب. ولما اتأكدت انهم اتحركوا استغلت الفرصة علشان تبعد عن المكان بسرعة لانها متأكدة انهم هيجوا هنا علشان يقتلوها. وبما ان المسافة بعيدة علشان يوصلوا لهنا فالليل كان دخل عليهم. ولما وصلوا لمكان جينيفر استغربوا انها اختفت من المكان بالسهولة دي برغم انها وقعت من مسافة كبيرة. بس فضلوا يدوروا لحد ما لقوا اثر دمها وبدأوا يمشوا وراه لحد ما وصلوا لبحيرة. وبكده مش هيعرفوا يكملوا ورا اثر الدم خلاص، فقرروا انهم ينفصلوا وكل واحد فيهم يدور في حتة تانية لحد ما يلاقوها. بس ستان قال لهم انه مش هيعرف يدور ولا يعمل حاجة وهيستناهم هنا في العربية لحد ما يرجعوا. وجينيفر كانت مكملة طريقها في الهروب بالرغم انها كانت بتنزف ومش قادرة تتحرك. وبمجرد ما سمعت صوت ديمتري وهو جاي بالموتوسيكل استخبت بسرعة قبل ما يشوفها. وبعد شوية اتسحبت ناحية ديمتري وهو مديها ظهره، واعتبرت ان دي فرصتها علشان تاخد سلاحه وتقتله وتهرب بالموتوسيكل بتاعه. وبالفعل عملت كده وهددته بالقتل برغم انه بيحاول يهديها وبيطلب منها تسامحه انه ملهوش ذنب في اللي حصل. بس جينيفر قررت انها تقتله علشان تقدر تهرب، لكن بتتفاجئ ان البندقية فاضية وما فيهاش طل. وبنعرف ان ديمتري كان عامل فخ ليها وحط البندقية وهي فاضية علشان تيجي من وراه ويقدر يمسكها. فبيعرف صحابه في اللاسلكي انه مسكها وبيبدأ يعذبها في المية قبل ما ياخدها ليهم. بس لسوء حظه انها قدرت تمسك السكينة اللي كانت معاه وقتلته ورمته في المية. وبتاخد الموتوسيكل بتاعه علشان تهرب بيه بسرعة قبل ما حد يوصل لهم، لكن لسوء حظها هي كمان ان الموتوسيكل خلص بنزين بعد ما مشت بيه كام كيلو. فبتضطر انها تكمل الطريق مشي برغم انه غصن الشجرة لسه متعلق في جسمها. بس بعد ما مشت شوية حلوين لقت كهف قدامها فدخلت فيه علشان تريح جسمها لحد الصبح. فعملت نار علشان الجو كان ساقع عليها وبدأت تفكر في اللي هتعمله علشان تهرب. فافتكرت المخدرات اللي معاها لما شافت السلسلة بتاعتها، وافتكرت كلام ريتشارد عن صاحبه اللي قطع رجله من غير ما يحس لما شربها. علشان كده قررت انها تاكل المخدر ده من غير ما تفكر لحظة في اللي ممكن يحصل لها بسببها. وبرغم ان طعمها
طعمها كان وحش جدا، بس ما كانش قدامها حل تاني غير انها تعمل كده. وبعد شوية حلوين بدأت تحس بهلوسة وبحاجات بتحصل حواليها، وسمعت اصوات غريبة في المكان، ومع ذلك بدأت تحضر عدة الاسعافات الاولية بتاعتها علشان تخرج غصن الشجرة اللي متعلق في جسمها قبل ما تأثير المخدر يروح. وبرغم انها غرست السكينة في جسمها وهي شايفة كل ده بعينها، بس الموضوع بالنسبة ليها ما كانش فيه وجع ابرة. وبعد ما خرجت الغصن من جسمها بدأت تسخن علبة كنز علشان تكوي بيها الجرح وتوقف النزيف. وتاني يوم بنشوف ستان وهو نايم ومستني صاحبه ويرجع بجينيفر، بس بيتفجع بسبب الحيوان اللي اترمى على العربية، وبيلاقي ان ده صاحبه ريتشارد وهو اللي اصطاده وكان بيهزر معاه. ولحد دلوقتي هم ما يعرفوش اللي حصل مع صاحبهم لانهم بيكلموه على اللاسلكي ومش بيرد عليهم. فستان بيروح للمية علشان يغسل وشه بما انه لسه صاحي من النوم، بس فجأة بتظهر قدامه جثة صاحبه ديمتري، وبيتفجع منها جدا لدرجة انه خاف وجرى من المكان. لكن ريتشارد ما بيكونش خايف، وواضح انه غضبان جدا بسبب اللي حصل لصاحبه. وطبعا هو متأكد دلوقتي ان اللي عملت كده هي جينيفر لان مفيش غيرهم في الصحراء. فبيضطر انه يرمي جثة صاحبه في المية بعد ما فتح جسمه بالسكينة علشان السمك ياكله. وبعدها بيضرب ستان علشان هو السبب في كل ده، وكمان علشان مرضاش يدور مع ديمتري وسابه لوحده وقعد في العربية يسمع اغاني. وبنروح لجينيفر اللي خفت بسرعة بسبب المخدر اللي خدته، وبتلاحظ ان في علامة صقر على جسمها بسبب علبة الكنز اللي كوت بيها جرحها. فبتاخد البندقية بتاعتها علشان تخرج من الكهف، بس بتتفاجئ بريتشارد قدامها، ومن غير ما يفكر ولا يتكلم معاها قتلها على طول. بس اكيد ده كان حلم بسبب تأثير المخدرات اللي خدتها. وجينيفر فضلت تقوم وتصحى على احلام اصعب من بعض الاكتر من مرة لحد ما تأثير المخدرات راح من جسمها. فبتبدأ انها تجهز نفسها علشان تكمل طريقها، بس الغريب ان طريقها ما كانش للهروب زي ما المفروض انها تعمل. جينيفر قررت انها ترجع لهم علشان تنتقم منهم بسبب اللي عملوه فيها. والواضح كده ان المخدرات قوت قلبها وقتلت الخوف اللي كان جواها. فبتخرج من الكهف وهي شايله البندقيه وبتبدا تدور على ستان وريتشارد علشان تقتلهم زي ما قتلت ديمتري. وريتشارد بيكون وصل للموتوسيكل اللي هي هربت بيه وبدا يخطط ان كل واحد فيهم هيروح من ناحيه علشان يلاقوها. فريتشارد مشى الاول وساب ستان اللي حاسس بوجع في مناخيره بعد الضربه اللي خدها وبيشوفها في المرايه، بس انعكاس الشمس في المرايه خلى جينيفر تشوفه من بعيد وتعرف مكانه. وبرغم انها حافيه والارض كانت سخنه جدا بسبب الشمس، بس هي ما كانتش حاسه باي حاجه وكانت بتراقب ستان من بعيد. وهنا ستان لاحظ ان البنزين قرب يخلص منه، فقرر ينزل من العربيه ويدور عليها مشي. فجينيفر استغلت الفرصه دي علشان تضربه بالبندقيه من بعيد. وبرغم انها مش بتعرف تستخدم البندقيه، بس حاولت انها تصوب البندقيه في مكان في جسمه تقدر تعجزه بيه او تقتله لو تقدر. المهم عندها انه ما يهربش منها. وبالفعل ضربت الرصاصه وجت في كتفه، بس هي وقعت على الارض لانها ضعيفه. لكنها سمعت صوت ستان وهو بيتألم بسبب وجعه من الرصاصه. ولما بتقوم تاني علشان تشوفه بتلاقي انه اختفى من قدامها، لكنها بتفضل متابعه اثر الدم بتاعه علشان تنتقم منه لانه هو الشخص اللي اذاها ووصلهم لكل اللي هما فيه دلوقتي. بس ستان كان ذكي جدا وربط الجرح بتاعه علشان يوقف النزيف وما تعرفش توصله بسبب الدم. وفعلا جينيفر بتوصل لاخر اثره ومش بتلاقي غير جزمته مرميه على الارض، وستان بيكون واقف فوق وبيجهز سلاحه علشان يقتلها، بس الواضح انه مش قادر يرفع البندقيه بسبب الرصاصه اللي جت في كتفه. وبعد محاولات قدر انه يضرب رصاصه، بس لحسن حظها انها جت على حرف ودنها. فبتقوم علشان تهرب منه بسرعه وهو بيجري وراها وعمال يضرب عليها رصاص. فشغلت دماغها وكسرت ازاز الكشاف اللي معاها علشان يتعور وما يعرفش يجري. ولحسن حظها انه داس على الازاز فعلا ودخل في رجله، فاضطر انه يقف علشان يطلع الازاز من رجله. وبما انه مش هيقدر يمشي على رجله بسبب الجرح ده، فقرر انه يرجع ويكمل جري وراها بالعربيه. وبرغم انه ما كانش قادر يدوس برجله على البنزين، بس ضغط على نفسه علشان يخلص من جينيفر ويقتلها. فبدأ يسوق العربيه وجرى بسرعه ناحيتها، وهي بتكون واقفه قدامه وموجهه البندقيه عليه لحد ما قرب منها وقتلته. وبكده تكون قتلت الشخص اللي اذاها وتسبب لها في كل المشاكل اللي حصلت. ولما بتروح ناحيه العربيه بتسمع ريتشارد في اللاسلكي وهو بيكلم ستان علشان يعرف هو وصل لايه. فغضبها بيزيد اكتر لما سمعت صوت الشخص اللي امنت ليه وجت معاه لمكان زي ده، وفي الاخر هو اللي حاول يقتلها. وبيكون واضح ان ريتشارد زهق من كتر ما دور عليها ومش عارف يوصل لها. واللي عصبه هو كمان انه فضل مستني ستان لمده كبيره ولسه ما جاش، وكمان مش بيرد على اللاسلكي بتاعه علشان
علشان كده قرر انه ياخد الموتوسيكل بتاعه ويرجع للبيت. ولما وصل كان متعصب بسبب اللي بيحصل ده، وكان متأكد ان جينيفر قتلت ستان زي ما قتلت ديمتري، فقرر انه يتصل بالطيارة تيجي تاخده قبل ما ربنا اللي ياخده. وهو بيستحمى سمع صوت جاي من بره، فمسك بندقيته وخرج علشان يشوف فيه ايه. وطبعا هو متأكد ان دي جينيفر وجاية علشان تقتله، بس بعد ما دور في البيت كله ما لقاش حد جوه ولا بره البيت. وبعد ما اتفجع من صوت التلفزيون ولف وشه، اتفاجئ بجينيفر واقفة قدامه وموجهة البندقية عليه، ومن غير ما تفكر للحظة ضربته بالرصاص في بطنه ووقعته على الارض. بس ريتشارد بدأ يضرب عليها نار هو كمان لحد ما جات له الفرصة انه يهرب من مكانه ويدخل جوه. فجينيفر بتمشي ورا اثر الدم بتاعه لحد ما وصلت للأوضة اللي هو مستخبي فيها، بس هي ما تعرفش انه واقف جنب الباب ومستني اللحظة اللي تحط رجليها في الأوضة وهتكون مقتولة. لكن لحسن حظها انها شافت دمه وهو نازل على الارض، فعرفت انه واقف جنب الباب ورجعت تاني. وريتشارد خرج وراها وبدأ يلف جسمه بكيس علشان يوقف النزيف، بس جينيفر كانت لفت من بره البيت وبدأت تضرب عليه نار وتجري وراه. وريتشارد ما كانش سهل انه يقع وقدر يهرب منها بسرعة. ولسوء حظها انها اتزحلقت بسبب الدم بتاعه اللي على الارض، والبندقية راحت بعيد عنها. وهي بتحاول توصل للبندقية كان ريتشارد وصل لها وضربها على دماغها، وبعدها بدأ يخنقها علشان تموت. وهي ما كانتش عارفة تتحرك لان ريتشارد قوي وما كانش سهل انها تهرب منه، بس اللي ساعدها انها ضربته في الجرح بتاعه مكان الرصاصة. وبعدها وصلت للبندقية بتاعتها واخيرا قتلت ريتشارد قلب الاسد. وبكده يكون الثلاث رجالة ماتوا على ايد بن، بس ده كان حقها واقل من حقها. هم استغلوا ضعفها لصالحهم، بس هي قدرت تتغلب على ضعفها وتنتقم لنفسها. المهم انك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو وصلت لحد هنا، وتأكد انك مشترك في القناة علشان يوصلك كل الافلام الجديدة بتاعتنا. انا محمود عادل من قناتي على يوتيوب، والسلام. وبنبدأ الفيلم مع شاب اسمه إيان، وبنعرف إنه عنده قوة خارقة بيقدر بيها يوهم أي حد إنه شايف حاجة هي مش موجودة أصلا. فبيساعد أبوه فينسنت علشان يسرقوا أي حاجة من المحلات لأنهم فقراء ومش معاهم فلوس. وفي يوم بيروحوا يسرقوا سوبر ماركت، وإيان بيكون واقف بعيد علشان يتحكم في عقل صاحبة المكان، وما تعرفش تشوف أبوه وهو بيسرق. فبيخبي أزايز الكحول اللي خدها في الجاكيت بتاعه، وبيشتري كراميلا علشان يبرر وجوده في المكان. وبمجرد ما طلع من السوبر ماركت، في بنت بتعدي من جنب ايان وبتشتت انتباهه، فبيفقد اتصاله بعقل الست. وبتلاحظ ساعتها ان في ازايز كتير اختفت من على الرف، فبتعرف انها اتسرقت وبتطلع بسرعه علشان توقف فينسنت قبل ما يهرب. لكن ايان بيوهمها انه ماسك مسدس وضربها بيه لما قربت منه ووقعت على الارض، وهم هربوا بسرعه. والشرطه بتيجي وبتقومها من على الارض، وبتتفاجئ انها سليمه ومفيش رصاص في جسمها، بس بتعرفهم ان اللي في العربيه دي سرقوها علشان يطاردوهم. ولما الشرطة بتجري وراهم، ايام بيوهم الشرطي انه بيجري ورا عربية تانية غير عربيتهم. وايام بيقول لابوه انه زهق من الموضوع ده ونفسه يسرق بنك علشان ما يضطرش يعمل مجهود بسبب حاجات تافهة زي دي. بس ابوه بيكون رافض الفكرة لانه واثق انهم لو عملوا كده هيلفتوا الانظار، لان الموضوع هيكون فوق الخيال بالنسبة للحكومة، وساعتها لو وصلوا لهم هياخدوا ايان علشان يعملوا عليه تجارب ومش هيشوف الشمس تاني. والشرطي بيكون وصل لهم تاني، بس ايام بيوهموا ان في عاصفة قوية جاية عليهم وان العربية اتقلبت. بس طبعا ولا العربية اتقلبت ولا حاجة. وبنشوف واحدة اسمها ادريانا اللي بتراقب ايان، وبتكون فرحانة انها قدرت تحدد مكانه بعد ما كانت بتدور عليه لفترة طويلة. وايان وابوه بيكونوا عايشين في مركب مهجورة، وبيحلم بوالدته لما كان صغير، وفجأة بدأت تصرخ بصوت عالي. فبيصحى من النوم بسرعة، وبنعرف انه بيحلم نفس الحلم ده على طول. وفينسنت بيكون عامل عيد ميلاد لإيان، وبكده يكون كمل 18 سنة. فبيديله صورة لوالدته وبيعرفوا انها اتصورت الصورة دي في نفس اليوم اللي اكتشفوا فيها قوته الخارقة. وبنعرف ان فينسنت بيحب إيان جدا وبيخاف عليه لدرجة انه مش بيخليه يخرج لوحده للشارع. بس إيان بيطلب منه انه يخرج النهاردة بمناسبة عيد ميلاده، لكن فينسنت مش بيوافق. فبيدخل اوضته وهو متضايق، بس بيقرر انه يخرج عن طريق الشباك. وبعد ساعة بتوصل
بتوصل ادريانا ومعاها رجالتها للمركب، ولما بتتكلم مع فينسنت بنكتشف انهم عارفين بعض من زمان، وبتعرفوا انها جاية علشان تاخد ايام معاها للوكالة علشان المدركين اللي كانوا شبهه في الوكالة كلهم ماتوا ما عدا واحد بس. وطبعا فينسنت ما بيرضاش يقول لها على مكان ابنه، بس رجالتها بيقدروا يحددوا مكانه وبيضربوا فينسنت على دماغه وبيخطفوه. وايان بيكون في مكان مليان العاب، وفي نفس المكان بيكون موجود المدرك الاخير اللي ادريانا عايزه تقتله. واول ما رجاله ادريانا بيوصلوا للمكان وبيشوفوا المدرك قدامهم بيحاولوا يقتلوه، بس المدرك بيكون اذكى منهم كلهم وبيخدعهم انه طلع من المكان خالص لكنه بيكون وراهم. وايان بيكون واقف وشايف كل اللي بيحصل، وبنعرف ان المدرك هنا علشان ياخد ايان معاه، بس بيجي واحد من رجاله ادريانا وبيلبس المدرك كيس على وشه علشان ما يعرفش يستعمل قوته الخارقه معاهم وخطفوه. وبعدها بيوصلوا لايان وبياخدوه لادريانا، وبتعرفوا ان المدرك والناس اللي معاه عايزين يستغلوه لصالحهم، وبتعرض عليه انه ينضم للوكاله بتاعتها وهي هتحميه. فبيركب العربيه وهو ساكت اول ما عرف انهم خطفوا والده، وبيلبسوه قناع علشان ما يستخدمش قدرته وبياخدوا منه عينه دم. بس المدرك بيكون هرب من رجاله ادريانا وبيوهمهم ان في حادثه كبيره في الطريق علشان العربيه اللي فيها ايان تقف، لكن ادريانا بتفهم ان ده وهم وبتأمر السواق انه يكمل سواقه وان مفيش حاجه قدامه اصلا. واول ما وصلوا للوكاله ادريانا بتشرح لايان كل حاجه، وبتعرفه ان في مجموعه من الاشخاص اسمهم المدركين، وبتقوله ان المدركين عندهم نفس القدره اللي عنده بالظبط، بس هم بيستغلوا قدراتهم دي في الغلط وبيسيطروا على حكام البلاد علشان يسيطروا على العالم كله. وده السبب اللي بيخلي الوكاله بتقتلهم علشان الحكم يرجع لاصحاب الدول تاني. وبتعرفوا ان المدرك بيدور عليه علشان ينضم له، ولو رفض هيقتله. فبتطلب منه ينضم ليهم وياخدوا منه عينة دم علشان يدرسوها، وبعدها بتقول له يعمل تجربة قدامها ويخليها تشوف اي مكان تاني زي البحر مثلا. فقال لها انه هيعمل كده بس عايز يطمن على ابوه، وبالفعل بيخليها تشوف نفسها على الشاطئ، وبيروح علشان يطمن على والده، وبيتفاجئ انه عارف ادريانا. فهي بتعرف ايان انه عنده كمان قدرة خارقة ويقدر بها يقتحم ذكريات اي شخص، وبتطلب منه يقتحم ذكريات فينسنت علشان يعرف ماضيه. ولما بيدخل ذكرياته بيكتشف ان فينسنت كان شغال في الوكالة زمان، وبيشوفه وهو بيخطفه من امه وهو صغير، وبيتصدم ساعتها لما عرف ان فينسنت مش والده. ففينسنت بيفقد وعيه بسبب ان ايان اقتحم ذكرياته. وادريانا بتقول ان الفحوصات بتاعت ايان بتوضح ان مفيش اي اثر للتركيبة في جسمه، وبتعرف ساعتها انه ابن اتنين من المدركين، وانه ورث منهم القدرات اللي عنده وما اتحقنش بيها زي باقي المدركين. بس المدير بيقول ان كلامها غلط علشان المدركين مش بيخلفوا، لانهم بيفقدوا قدرة الخلفة بمجرد ما بيتحقنوا بالتركيبة. فبيقترح على ادريانا انهم يقتلوه طالما مش هيستفيدوا من دمه في حاجة، بس ادريانا بتعترض على كلامه وبتقول له ان ايان ممكن يفعل القدرة الثالثة اللي محدش قدر يفعلها غير واحد بس واتلقب بالهجين. وبتدخل بنت اسمها استر لايان علشان تهربه قبل ما يعملوه فار تجارب ويبهدلوه معاهم. وبنكتشف ان عندها قدرة قتالية عالية جدا وبتقدر تضرب عدد كبير من الناس بكل سهولة. بس ايان بيطلب منها ياخدوا فينسنت معاهم لانه هو الوحيد اللي يعرف كل حاجة عن ماضيه، وبياخدوه في عربية وبيهربوا بسرعة قبل ما رجالة ادريانا يقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت بيكون المدرك دخل لمقر الوكالة على اساس انه دكتور وقتل كل رجالة ادريانا، بس ادريانا ما كانتش في الوكالة ساعتها علشان كانت بتطارد ايان. وايان بيكون وصل لفندق وبيتكلم مع استر وبيعرف انها بتشتغل مع المدركين من زمان بس ما عندهاش قدرة خارقة زيهم. وايان بيكون عايز يعرف اجابات كتيرة لاسئلته، فبيقرر انه يقتحم ذكريات فينسنت. وبيشوف فينسنت وهو واقف مع ادريانا وبتقول له ان الدور جه على واحدة من المدركين اسمها اورزولا، وبيكون في ايدها ورقة عليها العنوان اللي هياخدوها عليه. فبيحفظ العنوان ده وبيخرج من ذكريات فينسنت، وبيقرر انه يسرق فلوس من البنك علشان معهوش فلوس. فراح للموظفة واداها ورقة بيضة مش مكتوب عليها اي حاجة، بس وهمها انه شيك ب5000 دولار، وبياخدوا الفلوس وبيمشي قبل ما يكتشفوا الحقيقة. ولما رجعوا للفندق تاني استر بتدخل الحمام وهو بيبص من الشباك، وبيعرف ان المدرك قدر يوصل له. فبيقرر انه يخدعه ويوهمه ان المكان فاضي ومفهوش حد، بس المدرك علشان قديم وعارف الحركات دي كويس فقرر انه يبص في المراية لانها بتبطل مفعول الوهم.
وبيشوف إيان وهو واقف في الأوضة، وإيان بيهجم عليه فورا علشان يقتله، بس المدرك بيكون أقوى منه وبيقدر يسيطر عليه بسهولة، بس بيطمنه وبيعرفه إنه مش عايز يأذيه وإنه راح للوكالة وقتلهم كلهم علشان ينقذه، بس اقتحم ذكرياته وخد العنوان اللي إيان شافه في ذكريات فينسنت وسابه ومشى. وبعدها إيان بياخد إستر وبيروحوا للعنوان ده، وبنعرف إنه مقر الوكالة القديم. ولما بيدخلوا جوه، إيان بيوصل لأوضة معينة وبيتأكد إنها نفس الأوضة اللي بيحلم إنه قاعد فيها مع والدته، وإستر بتتريق عليه لأنه مستحيل طفل عنده سنة واحدة يكون مخزن الذكريات دي، وبتقوله إن ده مجرد حلم عادي. بس إيان ما بيهتمش لكلامها لأنه متأكد من اللي هو بيشوفه في الحلم، وبيكتشف إن في مكان سري ورا الحيطة وبيكسرها، وبكده يكون اتأكد إن أحلامه صح لأن الأوضة اللي بيحلم بيها كانت كبيرة. ولما بيدخل بيلاقي مذكرات والدته لأن صورها موجودة عليها، وبيعرف إنها بنت واحد اسمه كومينسكي اللي اخترع التركيبة بتاعة المدركين. وفي الوقت ده بيكون فينسنت راجع للمركب وبيلاقي إدريانا مستنياه هناك، وبتطلب منه يساعدها علشان ينقذوا إيان من المدرك لأنه هو الوحيد اللي هيقدر يواجه الهجين. وإيان بيكتشف إن إستر متفقة مع المدرك وعرفته بمكانهم، ولما بيسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كده بتقول إنها عايزة تساعده، فبيطلع مسدسه على المدرك وبيكون عايز يقتله، بس المدرك بيقدر إنه يظهر بكذا نسخة علشان يشتته لحد ما وصله، لكن بيطمنه من ناحيته وبيقوله إنه مش عايز يأذيه لأنه لو كان عايز يعمل كده كان قتله، لأن جات له كذا فرصة إنه يقتله فعلا. وبيبدأ يعرفه إنه هو والده الحقيقي، فبيحكي له إن كومينسكي لما اخترع التركيبة دي حقنه وحقن مراته اللي هي أرزولا بالتركيبة، وبعد فترة بدأت تظهر عليهم القدرات الخارقة دي علشان يستخدموها في الحرب العالمية الثانية. بس لما الحرب خلصت، إدريانا والوكالة بتاعتها خافوا لأن المدركين سيطروا على العالم بقدراتهم، فقرروا إنهم يقتلوا كل المدركين، بس اكتشفوا إن في واحد منهم ظهرت عنده قدرة ثالثة وبيقدر بيها إنه يسيطر على أي حد قدامه ويخليه يعمل أي حاجة هو عايزها، لدرجة إن ممكن يخليه يقتل نفسه. فبالقدرة دي قدر إنه يقتل عدد كبير جدا من الوكالة، وعلشان كده سموه الهاجين. وبيقول إن هو وأرزولا كانوا متجوزين واكتشف إنها حامل، فاتصدموا لأن المدركين مش بيخلفوا بسبب التركيبة، وطبعا ما بيكونش حد فاهم ده حصل إزاي، لكن ده السبب إنه اتولد بالقدرات دي من غير ما يتحقن بالتركيبة. وفي الوقت ده بيوصل رجالة الوكالة والمدرك بيكون عايز يحمي إيام منهم، فبيديله عنوان في مدريد وبيقوله يستناه هناك، وبيقدر المدرك إنه يقتل عدد كبير جدا، وبيكون إيان هرب مع إستر، بس الوكالة بتقدر إنها تخطف المدرك وبياخدوه معاهم. وإدريانا بتحاول توصل للتركيبة اللي في جسم المدرك، بس بتكتشف إنها اختفت من جسمه علشان يتحقن بيها من زمان. ولما بيطلب منهم إنه يشرب مية بيعملوا فتحة في القناع بتاعه علشان يشرب منها، بس المدرك بيقدر يرجع لقدرته الخارقة من خلال الفتحة دي. والمفاجأة إن المدرك ده هو الهجين اللي عنده القدرة الثالثة، فبيتحكم في كل الرجالة اللي في المكان وبيخليهم يقتلوا نفسهم وبيفك نفسه. وإيام بيكون وصل مدريد وبيكون ده بيت المدرك، وبيتفاجئ إن أرزولا لسه عايشة بس ما بتكونش في وعيها، والمدرك بيوصل لهم وبيعرفوا إن الوكالة هي اللي عملت فيها كده علشان يعملوا عليها تجارب، وبيعرفوا كمان إن الحلم اللي كان بيشوفه على طول هي اللي زرعته جواه علشان ما ينساش شكلها لحد لما يكبر، وإنها كانت عارفة إن محدش هيعرف يعمل مدركين تانيين من غير التركيبة، وعلشان كده دمرت البحث اللي والدها كان عامله واحتفظت بشفرة التركيبة في جسم إيان علشان محدش يوصل لها غيره. فإيان بيدخل للذكريات بتاعتها علشان يشوف التركيبة، فالمدرك بيقول له يعرف التركيبة ويقول له عليها علشان يعملوا مدركين جدد وينتقموا من الوكالة. ولما إيان بيرفض يسمع كلامه بيحاول يقتحم ذكرياتها بنفسه، بس هي بتقاوم لحد ما تعبت وماتت. وفي الوقت ده بتوصل الوكالة لمكانهم، فإيان بيقرر إنه ينتقم منهم كلهم بالسبب اللي عملوه في والدته، وهنا بتظهر القدرة الثالثة وبيتحكم فيهم وبيخليهم يقتلوا بعض. ولما خرج علشان يكمل انتقامه من باقي الوكالة، إدريانا بتوقفه وبتعرفه إن المدرك هو اللي خطف والدته زمان، وأكيد هو اللي عمل فيها كده مش الوكالة. فبيوصل فينسنت وبيعرفه إن المدرك بيضحك عليه علشان يوصل للتركيبة، والمدرك بيخاف لإيان يعرف الحقيقة من فينسنت، فطلع مسدس ورماه ناحيته وخلاه يقتل نفسه. فإيان بيجري ناحيته والمدرك بيكون خد إستر وهرب، وفينسنت بيطلب من إيان إنه
انه يقتحم ذكرياته علشان يعرف الحقيقة الكاملة. بس المشكلة انه لو عمل كده دلوقتي فينسنت هيموت علشان هو مصاب، لكن فينسنت اقنعه انه يعمل كده، وبيكتشف ان اورزولا هي اللي طلبت من فينسنت ياخد ايام بعيد عن المدرك علشان يحميه منه، لان المدرك كان عايز يستغل الطفل ويعمل عليه تجارب زي ما بيعمل عليها بالظبط. فبيعرف ساعتها ان فينسنت كان بيحميه من المدرك وانه ضحى بحياته علشانه، فبيروح للمدرك وبيكون ماسك استر وبيهدده انه هيقتلها. بس ايام بيكون وقع في حب استر وخايف عليها، لكن ادريانا بتيجي وبتعرفه ان مفيش حد اسمه استر اصلا، وان ده مجرد وهم زرعه في دماغه علشان تكون نقطة ضعفه. فبيضرب المدرك بالرصاص وبيموته، وبنشوفه بعدها وهو عند قبر والدته، وبتكون ادريانا معاه وبتقوله انهم محتاجين التركيبة لصالح البلد. فبيقول لها انه مش جاهز دلوقتي، وبياخد رقمها علشان يرن عليها لما يجهز نفسه. ولما بيرجع للعربية بتكون استر لسه موجودة في خياله، وبيسمع ادريانا والمدير بيقول لها انه لو رفض يديهم التركيبة هيقتلوه. بس بيلاحظ ان المدير مش موجود اصلا في المراية، وده معناه انه مجرد وهم موجود في خيالها زي ما استر موجودة في خياله، واللي عامل فيهم هما الاتنين كده هو المدرك برغم انه مات. فبنفهم ان الوهم ده هيفضل موجود في خيالهم لحد ما يموتوا. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنساش تشترك في قناة محمود عادل علشان تتابع كل ملخصات الافلام الجديدة معانا، ويا ريت ما تكسلش وتعمل لايك للفيديو لو وصلت لحد هنا. انا محمود عادل من قناتي على يوتيوب، والسلام. النهارده جايب لكم فيلم السرعة والغضب الجزء العاشر فاست اكس، وبنبدأ الفيلم بفلاش باك قبل 10 سنين من دلوقتي، وريز بيتكلم عن حب الأب لأولاده، وإن لو حد فكر يقول كلمة وحشة عن ولاده بيقطع له لسانه. وفي الوقت ده بيكون ريز في خزنة فلوس كبيرة ومعاه ابنه دانتي، وبيقول له إنه هيقتل دوم وفريقه كله. وبنعرف إن ريز شرطي قبل ما يكون مافياجي، وبنشوف لقطة أكشن مع حبة عربيات بيطاردوا بعض وبيدمروا أي حاجة في سكتهم، والشرطة بتضرب عليهم نار. وبينزل دوم من العربية ومعاه بيريان صاحبه، وربطوا الخزنة بتاعت الفلوس في العربيات بتاعتهم وبدأوا يسحبوها من مكانها، وطلعوا بيها من اسم الشرطة، والعساكر كلهم بيضربوا عليهم نار. لكن كالعادة بيتفوق دوم توريتو في الهروب، وبيروح شرطي يبلغ ريس ان الخزنة اتسرقت، ودانتي بيروح يشوف اللي حصل وما بيكونش مستوعب ازاي قدروا يعملوا كده وهو واقف مذهول. والشرطة كلها بتكون بتطارد دوم وصاحبه وهم ساحبين وراهم خزنة وزنها اطنان، بس الموضوع بدأ يبقى صعب عليهم ومش عارفين يسيطروا على الخزنة ولا العربيات. فقرر دوم انهم يسيبوا الخزنة ويهربوا، ففصل عربيته عن الخزنة، لكن بيريان ما بيعرفش يفصل عربيته، والخزنة بتطير اي عربية تيجي في سكتها، وبيكون بيريان لسه متعلق فيها، بس اخيرا بيقدر انه ينفصل عنها، والخزنة بتتقلب وبتخبط في عربية دانتي وبيقع في البحر. وبنرجع للوقت الحاضر، وجد الدوم بتطمن عليه وبتعرفه انه كل حاجة هتكون كويسة واحسن من الاول، وبيقول لمراته انه خايف على ابنه من اعدائه، بس هي بتطمنه وبتديله سلسلة علشان تحميه. وفي حد بيخبط عليهم وبتكون كيفر، وحالتها بتكون صعبة جدا، فبيقول لها ايه اللي جابك هنا، وبيزعق لها وبيقول لها انت هتضطريني اني اقتلك. بتقول له انا جايه هنا علشان مصلحتك، لاني عارفه انك بتخاف على ابنك ومراتك. وليتي بتروح لابنها وبتقول له يستخبى لحد ما يشوفوا البنت دي عايزه ايه، وبتاخد مسدسها وبتنزل لها وبيسالوها هي عايزه ايه منهم، فبتقول لهم انها قابلت دانتي، وبتعرفهم انه دخل عليها المكتب بعد ما قتل 2 من رجالتها، وكان عايز يتفق معاها انهم يلاقوك ويعذبوك شويه قبل ما يقتلوه، وطلب منها انها تحط ايدها في ايده قصادك انت وفريقك. فهي رفضت كلامه. قال لها على العموم انا خطفت اعز شخص من عيله كل واحد في رجالتك، وكلهم اتاكدوا من كلامه فعلا لما لقوا اولادهم مخطوفين ومربوطين. بعدها قتل واحد من رجالتها وقال لها ده الوحيد اللي ملهوش حد خطفه، وبكده ملهوش لازمه وسطينا دلوقتي. فخد الهارد بتاعها وطلب من رجالتها يقتلوها علشان ينقذوا اهلهم، وسابهم ومشى. فكل رجالتها بداوا يوجهوا الرشاشات عليها عشان يقتلوها، بس الرشاشات كلها اتعطلت لانها بتتحكم فيهم بجهاز وبتعرفهم ان عمرها ما كانت هتثق في حد فيهم. فبيبتدوا كلهم يهجموا عليها علشان يقتلوها، بس هي قدرت تسيطر على الموقف وتدافع عن نفسها لحد ما خدوا منها الجهاز وشغلوا الرشاشات تاني. بس هي هربت منهم للاسانسير، ووراها راجل ضخم والاسانسير بيقع بيهم من فوق لحد ما نزلوا على الارض، والراجل ده
مات وهي عايشه. فبتاكد على دوم ان الحرب بدات وانه لازم يستعد ويحمي الناس اللي بيحبهم لان دانتي هيقتلهم كلهم. وتاني يوم بيجي ليتل ودوم بيقول له يجمع الفريق تاني، فبيعرفوا انهم في روما علشان عندهم مهمه هناك، وبنعرف ان مفيش مهمات اصلا ولا حاجه وان ده كمين من دانتي. وبنروح روما وبنشوفهم هم بيجهزوا علشان العمليه، فبيشغلوا غاز منوم في العربيه ونطوا عليها ورموا منها السواقين علشان ياخدوا العربيه، بس العربيه بتطلع من تحت سيطرتهم والباب بيتقفل والعربيه بتمشي بالريموت اللي بيكون مع دانتي. فابتدى يفجر كل العربيات اللي بتساعدهم وهو مبسوط باللي بيعمله. ودوم بيكون وصل وشاف دخان الانفجار وحدد مكانهم، ولما فتحوا صندوق العربيه اتفاجئوا بقنبله كبيره على شكل كوره. وطبعا محدش فيهم بيتوقع ايه اللي هيحصل دلوقتي بعد ما الفريق كله عرف بالقنبله دي. فبيتفقوا كلهم انهم لازم يوقفوا العربيه باي طريقه علشان يعطلوا القنبله دي قبل ما تبهدل الدنيا، ومحدش فيهم هيعرف يتصرف ساعتها. ودانتي بيتحكم في العربيه وبيخبط بيها كل العربيات اللي في الشارع، وبيحاول دوم وفريقه انهم يقلبوا العربيات علشان يوقفوا القنبله. فدانتي شافهم بيعملوا كده وقرر انه يخرج القنبله قبل ما يعطلوها، بس العربيه بتتقلب فعلا زي ما كانوا عايزين، لكن الباب اتفتح والقنبله طلعت من العربيه. فدوم بيعرفهم ان هو هيحاول يتصرف ويوقفها بسرعه، وبنشوف ان القنبله كبيره جدا وهيكون صعب ان حد يوقفها او يقف قصادها. وليتي بتكون ماشيه قدام القنبله ومش عارفه تعمل حاجه والقنبله بتدمر اي حاجه في سكتها، وباقي الفريق بيكون هرب قبل ما الشرطه تقبض عليهم. ودانتي بيركب الموتوسيكل بتاعه والليتي شافته وبدات تطارده، ودوم مكمل ورا القنبله اللي فاضل لها دقايق وتفجر روما كلها. وفجرت عربيات كانت في سكتها ومكمله طريقها عادي، والشرطه عامله كمين للقنبله وبيضربوا عليها نار ولاد العبيطه، بس دوم بيجي قدامهم وبيحاول يبطئ حركتها لحد ما يوقفها، ونجح فعلا انه يوقفها وبتكون واقفه على تكه وتكمل طريقها. وليتي بتكون ورا دانتي بالموتوسيكل بس بيرمي قنبله في عربيه ليتل، وليتي بتجيله وبتقول له يطلع من العربيه بسرعه، وعلى اخر لحظه طلع منها والعربيه انفجرت وبتتدحرج لحد ما خبطت في قنبله وحركتها تاني من مكانها. فبتنزل على السلالم ودوم وراها علشان يوقفها تاني ويعطلها نهائي، والقنبله بتكون مولعه وبتدوس على خلق الله، ودوم كل تركيزه انه يوقفها باي شكل من الاشكال لحد ما دخلت في اتوبيس وقسمته اتنين. وليتي مكمله ورا دانتي علشان تمسكه وبيوقع قدامها عمود النور علشان يعطلها، بس هي بتقدر تعدي بطريقتها المحترفه وبتكمل وراه، بس الشرطه بتقف في سكتها وقبضوا عليها ودانتي بيقدر يهرب منهم، وعربيات الشرطه كلها ورا القنبله علشان يوقفوها، ودوم بيحاول يوصلها باي طريقه. ورومان بيعرفوا ان فاضل 30 ثانيه والقنبله تنفجر، فبيطلب منه يهرب لانه عمل اللي عليه بس الوقت مش هيساعده يكمل. لكن دوم ما بيستسلمش وبيطير بالعربيه يخبط في حامل كبير مربوط فيه حجر تقيل علشان يخبط القنبله ويوقعها في الميه، وبرغم انها انفجرت تحت الميه بس الانفجار كان كبير جدا وسمع في روما كلها، والاخبار اشتغلت على الخبر العاجل وصرحوا ان دوم وفريقه هم اللي عملوا كده. وتيز بتكلم ايميس وبتعرفوا ان دوم وفريقه مستحيل يعملوا كده وان هم السبب ان الاضرار كانت اقل من اللي كان ممكن يحصل، بس هو بيقول لها دول مرتزقه ومشاكلهم كتير وعملوا مهمات في كل بلاد العالم وجي الوقت علشان يخلصوا منهم، وبيعرفها ان هم اللي سرقوا الخزنه من الشرطه ومن ساعتها محدش عارف يوصل لهم، بس هي بتقول له في حاجه غلط في الموضوع ده واكيد في حد تاني هو اللي ورا اللي حصل ده كله. فبيعرض لها كل الفيديوهات بتاعت دوم وفريقه القديمه لكل العمليات اللي عملوها، ومجلس القاده عملوا تصويت اذا كانوا هيخلصوا منهم ولا هيدعموهم، والنتيجه انهم لازم يخلصوا من دوم وفريقه. فبيقول لها انا هنا رئيسك واوامري هي اللي هتتنفذ وملكيش دعوه بالموضوع ده خالص. وبتظهر كويني وبتحذر دوم من الوكاله اللي قررت انها تتخلص منهم علشان ما عادش ليهم لازمه، فبتقول له يهرب هو واولاده علشان ما يموت. قال لها ما ينفعش اهرب واسيب باقي الفريق، وكمان مراته مقبوض عليها، وميا ومعاها بي ابن دوم بيكونوا قاعدين وبيتحدف عليهم قنبله دخان، وبيدخل لهم جنود الوكاله وميا بتبدا تضرب فيهم وبتقول للولد يستخبى، فبيدخل عليه واحد وبيكون جيكوب صاحب دوم وبيبدا يقتل في كل الجنود واحد ورا التاني، وميا بتساعده في كده وبيكونوا لسه هيقتلوها بس بيجي جيكوب وبينقذها بسرعه، وبعدها بياخدوا بيه وبيطلعوا من البيت وبيعرفها انه هياخد الولد معاه علشان هو في خطر. وهم ماشيين الولد بيقول له ايه العربيه المقيحه دي، تعالى نركب عربيه بابا، فجيكوب مرضاش طبعا وخده في عربيته ومشى. وتيز بتروح لمكان دوم وبتسال عنه، فالرجاله هناك حاولوا يضربوها بس عظمها طلع ناشف وعملت معاهم الصح، فبيقول لها جايه تقبضي عليا ولا ايه؟ بتعرفه
بيعرفوا ان الوكالة اتفقت عليه هو وفريقه وبيدوروا عليهم علشان يقتلوهم، وبتقول له انا هنا علشان عارفة انكم ما عملتوش حاجة غلط وانكم انقذتوا روما من كارثة كبيرة كان ممكن تحصل. فطلب منها تعرف له مكان مراته علشان ينقذها. بتقول له للاسف هي في مكان محدش يعرف عنه حاجة ومستحيل تعرف توصل له. قال لها انا معرفش المستحيل وهوصل لها. وبعدها بنشوفها وهي عند ليتي في السجن وبتعرفها انها هتنقذها، فضربتها بالسكينة في ايدها ومشيت. ودوم بيروح مكان السباقات وبيسأل واحد صاحبه عن دانتي، وبيظهر دانتي ومعاه شنطة فيها $1,000,000 بيراهن بيها على السباق. فبيتفاجئ بدوم قدامه وبيقول له اتسرعت لما جيت هنا يا دوم، انا كنت جاي لك بنفسي. دوم بيقول له وانا حبيت اوفر عليك المشوار. دانتي بيفكره بابوه اللي قتله وبيقول له انا مش زعلان انه مات برغم اني كنت بحبه، بس اللي مزعلني بجد الخزنة اللي انت سرقتها. دوم قال له انا هنا علشان اخلصك من الزعل ده. دانتي بيقول له انت في المكان الغلط يا دوم، الناس دي كلها معايا مش معاك. بس صاحب دوم رفع سلاحه على دانتي، فدانتي قال له كده نغير الموضوع، احنا نتسابق ونشوف مين اللي يكسب. فدوم وافق على السباق والكل بقى متحمس جدا للسباق ده، وبيبتدوا السباق هم الاربعه. ودانتي بيشغل قنبلتين كان حاططهم في عربيه صاحب دوم والبنت اللي معاهم في السباق، ودوم محتار ومش عارف ينقذ مين فيهم، ولسه بيحاول ينقذ البنت كان دانتي فجر عربيه صاحبه وعربيه البنت كمان اتقلبت. وبيهرب دانتي وبيعرفه انه راجع له التاني، ودوم بيلحق البنت لكن صاحبه بيكون مات. وبنشوف دانتي وهو قاعد في الطراوه وجنبه واحد ميت وبيتصور معاه السيلفي. والفريق ما بيكونش فاهم ليه الوكاله بتعمل معاهم كده، وكمان ان حساباتهم اللي في البنوك كلها بقت صفر، فعايزين يعرفوا مين اللي سرق فلوسهم من البنك وازاي عمل كده. بس هما دلوقتي محتاجين اي فلوس علشان يعرفوا يتحركوا بيها، وبيتفاجئوا برومان معاه مبلغ حلو كان مخبيه في هدومه. وجيكوب بيكون في المطار والوكاله عرفت مكانهم بكاميرات، وكمان عرفوا ان تيت ساعدت ليتي علشان تهربها، وعرفوا مكان دوم. وليتي بتفوق ومعاها شيبر وبيحاولوا يهربوا من المكان، بس ليتي ما كانتش واثقه في البنت دي فبدات تضربها، والاتنين فضلوا يضربوا بعض شويه ولحد ما يخلصوا عركتهم. بنشوف ان الفريق رايحين لحد علشان يخفي وشوشهم من على النت، بس الواد ده بيعرفهم انه صعب لان صورهم منتشره على النت بشكل كبير، فضربوه ومشوا من المكان. ودوم مع البنت اللي انقذها، وبنعرف انها اخت تيز بنت قائد الوكاله السابق، وبتوري له اوراق مهمه بخصوص دانتي وممتلكاته كلها. فدوم توقع هو ممكن يكون مستخبي فين. وجيكوب في الطياره وبيقوم من مكانه وبيمشي وراه اتنين شكلهم غريب، بس هو بيكون عارف وبيعمل الصح معاهم. بعدها بيركب الحته السبورت بتاعته بس من اللي بتطير في الجو وبيهرب بيها من الطياره. والفريق قرر يروح لايان شو علشان يساعدهم، وهان بيخبط عليه فبيسحبه جوه وقفل الباب، ولسه هيضربه بتيجي عربيه شرطه وبتكسر الحيطه. وشو بدا يقتلهم واحد واحد بالسكينه والسلاح، وطبعا الفريق بيساعده في كده وقدروا انهم يخلصوا عليهم كلهم. ودوم وصل لمكان دانتي بس بيلاقي شاشات عليها كل حاجه عنه وعن حياته القديمه، وبيرن التليفون وبيكون دانتي هو اللي بيتصل وبيقول له معلش كان نفسي اكون قدامك دلوقتي بس مش فاضيلك بصراحه. وبيعرفوا ان اللي قدامه دول صحابه وقرايبه كلهم وكلهم هيموتوا. دوم بيقول له انت ما عندكش شرف الرجوله انك تواجهني. قال له الكلام ده ما ياكلش عيش يا دوم، اصبر عليا انا محضر لك مفاجاه في اخر الفيلم هتعجبك قوي. والوكاله وصلت للمكان وقبضوا على دوم ومشى معاهم بكل هدوء. وليتي بتحاول تهرب من المكان وبتتفاجئ انها في مكان كله تلج، فبتدخل تاني علشان تلبس حاجه تقيله وتهرب هي وشيبر. والفريق عرف ان قائد الوكاله الجديد هو اللي سرق فلوسهم ومهمته دلوقتي هي قتلهم كلهم. وشو بيجهز نفسه وبيقولوا له رايح فين، قال لهم هجهز لهم التراب بتاعتهم. وإيمس بيقول لدوم انا قبضت عليك وما شفتش منك اي مقاومه ولا بتاع، انا كنت عايش شويه اكشن كده قبل ما اقبض عليك يا عم دوم. فدوم قال له اربط الحزام والاكشن جاي لك لحد عندك. ما سمعش كلامه ودوم ربط الحزام وهو بيضحك عليه وبيقول له انت بتعمل ايه بس يا عم دوم. قال له بستعد. وبيظهر وراهم مجموعه عربيات وضربوا عليهم صاروخ وفجروا عربيات من بتاعه الوكاله، وبدات معركه كبيره ما بينهم. وبيظهر دانتي ومع البنت اللي دوم انقذها، وإيمس بيدي لدوم سلاح علشان يساعده وقال له كان معاك حق يا معلم دوم. وفي وسط ضرب النار بتظهر تيس بسلاحها علشان تنقذ اختها، ودوم مسك دانتي واداله علقه موت، بس بتيجي طياره وبتنقذ دانتي وضربوا نار على إيمس وتيس. ودانتي خد من تيس الجهاز اللي بيشوش على الاشاره وبيوعد دوم انه هيقتل له عيلته كلها. ودوم بينقذ تيس وبتمشي هي واختها، وإيمس بيعرفوا انه معاه وهيساعده في كل حاجه. وجيكوب وبي وصلوا للبرتغال وراحوا مكان غريب كده علشان يستخبوا فيه، بس بتيجي عربيات كتير للمكان ده علشان ابن دوم. فجيكوب هرب من المكان بالعربيه وبيكون دانتي مراقبه من بعيد وبيعرف رجالته انه عايز الولد حي. وجيكوب بيقدر يفجر منهم كام عربيه بس العربيات كانت كتيره وهو عمال يضرب عليهم صواريخ، والموضوع كان صعب عليه لانه لوحده. ودوم كان عرف مكان ابنه وبينزل بالعربيه بتاعته من الطياره. ولحد دلوقتي انا
حاسس اني بتكلم عن فيلم هندي مش اجنبي، ده على الاقل الهنود خدنا منهم على كده، انما الاجانب زودوها قوي بصراحه. وجيكوب بيحاول يضرب صاروخ على دانتي، بس دانتي شوش الاشاره بالجهاز اللي خده من تيس، وبي بيحاول يوقع الصاروخ بايده علشان يفجر العربيه، بس بيجي دانتي وبيخطفه. وجيكوب عرف دوم ان دانتي خطف ابنه، فبيقول له انا فداك يا صاحبي وعشانك اروح جهنم وقتي. فقرر انه يقلب العربيه علشان يفجر كل العربيات علشان ما يبقاش غير دوم ودانتي. فدانتي بيضحك وبيقول انتوا اوفر قوي، وبتظهر طيارتين وربطوا عربيه دوم بالحبل علشان يسحبوه. بس ما جاتش على دي كمان، دوم قرر ينط بالعربيه من على الكوبري علشان يعمل بالطيارتين بيض اومليت، وبيقول لدانتي الاكشن لسه ما بدأش، فبيوجه طياره منهم على دانتي علشان يقتله. وهنا بقى بنشوف شاروخان مش دوم خالص، عربيه دانتي بتلف حوالين نفسها ولسه هتتقلب، بيجي دوم وابنه بينط من العربيه وشاطه هلا هوبا، وبكده يكون انقذ الواد واستخف بعقولنا كلنا. والطيار بيعرف دوم انه راجع ياخده بالطياره، ومعرفش ازاي دانتي بقى في المكان ده في ثانيه ومعاه صاروخ هيضرب بيه الطياره. وبنعرف ان امس خاين وشغال مع دانتي، وليتي وشيبر ماشيين في التلج، بتطلع لهم غواصه فيها تيس وبتنقذهم. ودانتي متحكم في عربيتين نقل تقيل بيوجههم ناحيه دوم علشان يقتله، وبيكونوا على وشك انهم ينفجروا فيه. بيسحب دوم نفسه بسرعه ونط من على الكوبري ونزل سليم ومكمل سواقه كأن مفيش حاجه حصلت. وبالرغم ان كان الانفجار كبير بس هو طلع سليم الحمد لله، ونزل في الميه بالعربيه، وبيطلع من الميه هو وابنه عايشين وكله تحت السيطره. وفي مجموعه من الشرطه بتدور على دانتي، وفي تليفون بيرن وبيكون من دانتي، ولما الضابط بيرد بيعرفه ان هو هيقتله لان هو اللي قتل ابوه مش دوم، والشخص ده بيكون له. ومعنى النهايه دي ان سلسله الكذب مكمله، وهيعملوا الجزء ال11 وهيسموه فصل كذب. ولحد هنا نكون خلصنا الفيلم، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو علشان اللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل افلام اكتر. انا محمود عادل من قناتي على يوتيوب. وبيبدأ الفيلم في أعماق المحيط، وبيكون في غواصة غرقانة، وبيحاول جوناس وفريقه ينقذوا كل اللي موجودين في الغواصة وينقلوهم على غواصة الإنقاذ. وفجأة هجم عليهم كائن ضخم وبدأ يدمر في الغواصة، فبيكون جوناس مستغرب جدا إن في كائن عايش على العمق ده، وده لأن مستحيل الكائنات البحرية تعيش في العمق ده علشان الضغط بيبقى عالي جدا. ولما بيلاحظ إن الغواصة قربت تنفجر بينقذ معظم طاقم الغواصة وبينقلهم لغواصة الإنقاذ بسرعة، لكن بيتفاجئ ان في اتنين من زمايله لسه موجودين في الغواصه ومش قادرين يتحركوا بسبب هجوم الكائن ده. وللاسف جوناس مش هيقدر يساعدهم، فبيضطر يتحرك بغواصه الانقاذ. واول ما بينفصل عن الغواصه اللي غرقانه بتنفجر، فبيزعل جدا علشان ما قدرش ينقذ زمايله وبيحس بالذنب ناحيتهم. وبعد 5 سنين بنروح لمحطه ابحاث اسمها ماي واي، وبتكون موجوده في المحيط الهادي على بعد 200 كيلو من الصين. والهدف من المحطه دي هو اكتشاف اعماق المحيط. وبيوصل موريس صاحب المحطة وبيستقبله الدكتور جيانج وبيعرفه على بنته سوين عالمة البحار وبنتها مينج، وبعدها بيوري له المنشأة البحرية اللي تحت المحطة. وبيتفاجئ موريس ان المحطة بتاعته اتطورت بشكل كبير جدا، وبينبهر اول ما بيشوف الحيتان قدامه. فبتقول له سوين انها قدرت تجذب الحيتان ناحية المحطة عن طريق ترددات صوت انثى الحوت، وده بحكم انها عالمة بحار وعارفة كل حاجة عن الكائنات البحرية. وبيعرفوه انهم بعتوا فرقة استكشافية بقيادة الكابتن لوري علشان يوصلوا لأعمق مكان في المحيط، وده لأنهم اكتشفوا حاجة مهمة جدا، وهي إن في طبقة شبه السحاب متكونة من غاز الهيدروجين وموجودة على عمق 20 كيلو، وتحتها عالم تاني بيعيش فيه كائنات بحرية بتعيش في أعماق المحيط. والمفروض إن الكائنات دي انقرضت من آلاف السنين، وفي الوقت ده بتقدر لوري والفريق بتاعها يخترقوا السحابة، وبيكون كل اللي موجودين في المحطة شايفين تحركات الغواصة بتاعتها. وطبعا بيكونوا مبسوطين جدا لانهم بكده دخلوا التاريخ بعد اكتشافهم لاعمق مكان في المحيط. ولما بتوصل لوري لعمق ال 20 كيلو بتبدا توزع اجهزه ضوئيه علشان تشوف الاعماق وتبدا تشوف كائنات بحريه كتير جدا. فبتكلم صديقها دي جي في المحطه وبتطلب منه ينزل كاميرا علشان يستكشفوا المكان، لكن فجاه بتتقطع الاشاره بتاعه الكاميرا وجهاز الانذار في المحطه بيبدا يشتغل، وبيلاقوا ان في كائن بحري ضخم بيقرب من غواصه لوري. والكائن ده بيبدا
وبيبدأ يهجم على الغواصة بتاعت لوري، وبتقول لهم ان محرك الغواصة اتدمر، وبتعرفهم ان جوناس كان عنده حق وان في كائن ضخم موجود في اعماق البحار. وقبل ما تكمل كلامها بيتقطع الاتصال، ومحدش في المحطة بيكون عارف اي حاجة عن اللي بيحصل في الغواصة. لكن لحسن الحظ بيكتشفوا ان لوري وفريقها لسه عايشين عن طريق اشاراتهم الحيوية اللي موجودة على الاجهزة. فبعدها بيجتمع كل اللي في المحطة وبيعرفوا ان فريق لوري قدامهم 18 ساعة والاكسجين هيخلص، وبكده هيحتاجوا حد ينزل للاعماق علشان ينقذهم. فماك اللي هو مهندس البرمجة بيقول لهم ان مفيش حد هيقدر ينزل العمق ده غير شخص واحد بس. وطبعا كلنا فهمنا مين هو الشخص ده، والشخص ده هو جوناس. لكن دكتور هيلر بيعترض وبيقول له ان جوناس مجنون ومستهتر لانه ساب زمايله يموتوا في الغواصة، وبسبب كده اترفد من شغله لانهم اعتبروه مختل عقليا. وبنعرف ان هيلر ده كان واحد من طاقم الغواصة اللي انقذهم جوناس، بس هو بيكرهه جدا علشان ما قدرش ينقذ باقي زمايله. لكن الدكتور جيانج بيأكد ان جوناس هو الوحيد اللي هيقدر يعمل المهمة دي، وبالفعل بيروح مع ماك علشان يقابلوه وبيطلبوا منه ينزل الاعماق وينقذ الفريق بتاعهم. فجوناس بيرفض وبيقول لهم انه مستحيل ينزل البحر مرة تانية، وده لانه لما انقذ طاقم الغواصة النووية من 5 سنين اتهموه بالتأثير لانه ما قدرش ينقذ باقي زمايله، على الرغم ان ده كان غصب عنه وما كانش فيه اي طريقة تانية غير انه يهرب بسرعة. بس ماك بيسمعوا اخر تسجيل للوري وهي بتستنجد بيهم علشان يساعدوها لان المحرك بتاع الغواصة تعطل. وهنا بنكتشف ان لوري بتبقى طليقة جوناس وكانوا شغالين مع بعض في فريق واحد، وعشان كده بيضطر انه يوافق وينفذ عملية الانقاذ. وفي الوقت ده بتحاول لوري والفريق بتاعها يصلحوا المحرك، وبالغلط بتشغل انوار الغواصة، فبيبدأ الكائن دوت انه يهجم عليهم مرة تانية بسبب الانوار، وبتتصاب لوري والمفك بيدخل في بطنها. وبعدها بتتفاجئ سوين ان الغواصة بتاعت لوري اتعرضت لهجوم مرة تانية، وبسبب كده حصل تسريب في انبوب الاكسجين بتاع الغواصة، وفي خلال ساعتين الاكسجين هيخلص منهم. فبتروح تاخد الغواصة بتاعتها وبتنزل لهم علشان تلحق لوري واللي معاها. واول ما جوناس بيوصل بتيجي جاكس مهندسة المحطة وبتعرفه ان الغواصة بتاعت فريق لوري بتسرب اكسجين، وفي اقل من ساعتين الاكسجين هيخلص منهم وهيموتوا. فبيركب الغواصة بسرعة علشان ينزل لقاع المحيط، بس بتجيله بنت سوين وبتطلب منه ينقذ امها، فبيوعدها ان هو مش هيخرج من المية غير لما ينقذ امها. واول ما بتخرج من الغواصة بيبدأ ينفذ عملية الانقاذ وبينزل لقاع المحيط، وعلشان يخلي الغواصة تتحرك بسرعة كبيرة بيعطل الانظمة بتاعة المحرك. فبيكلم اللي في المحطة وبيقول لهم ان هو مضطر يقطع الاتصال معاهم علشان يوفر طاقة الغواصة علشان لو واجه اي مشكلة تحت. وفي الوقت ده بتكون وصلت سوين لقاع المحيط وبتكون مشغلة كل انوار الغواصة، واخيرا بتلاقي غواصة لوري وبتحاول تحدف خطاف علشان تسحبهم وتطلع بيهم للسطح. لكن لسوء الحظ بيظهر قرش ضخم طوله 25 متر وهو بياكل اخطبوط حجمه كبير جدا. فسوين بتبلغ باللي هي شافته وبيسمعها جوناس وهو في الغواصة بتاعته وبيكون لسه في الطريق ليها، وبيعرفها ان القرش ده هو ميجالدون، وميجالدون ده هو سيد القروش واقوى كائن بحري موجود على الارض، علشان كده لازم تقفل الانوار بسرعة علشان ما يهجمش عليها. وبيطلب منها تشغل محركات الدفع علشان تطلع لسطح البحر، وبيعرفها ان وجودها في الاعماق خطر وهيخلي الميجالدون يفضل موجود جنب الغواصة بتاعة لوري. فسوين بتسمع كلامه وبتطلع لسطح البحر بسرعة، وبيروح جوناس للغواصة بتاعة لوري وبياخدها للغواصة بتاعته. وقبل ما ينقذ باقي الفريق بيلاحظ على جهاز الرادار ان القرش بيقرب منهم، فبيقرر واحد من الفريق انه يضحي بنفسه علشان ينقذ باقي اصحابه، وبسرعة بيقفل مدخل الغواصة علشان يعمل نفسه طعم للقرش. وبعدها بيشغل جهاز الدفع وبيبعد الغواصة بتاعة جوناس وزمايله. واول ما بيطمن انهم خرجوا من قاع المحيط بيشغل النور علشان يجذب القرش لحد ما فعلا بيجي القرش وبيتفجر الغواصة وبيموت. ولما بيطلع جوناس للمحطة بتبدأ سوين تتهمه انه هو السبب في موته لانه سابه لوحده في الغواصة زي ما عمل مع زمايله من 5 سنين. فبينفعل جوناس وبيقول لها انه هو اللي ضحى بنفسه علشانهم وان هي المسؤولة عن كل ده لان هي اللي نزلتهم للمحيط. وبعد شوية بتحس سوين ان هي كانت قاسية معاه، فبتروح علشان تعتذر له وبتقول له ان هي فقدت اعصابها لما عرفت ان صاحبهم مات لان هو متجوز وعنده اطفال. وتاني يوم بيجتمع كل المسؤولين في المحطة وسوين بتقول لهم ان قرش الميجالدون كان موجود على الارض من 2 مليون سنة والمفروض ان هو انقرض من عصور ما قبل التاريخ. وبتعرفهم ان الميجالدون هو اقوى كائن بحري على الارض لدرجة ان هو ممكن يهزم حوت وياكله بكل سهولة. فبيقول لهم دكتور جيانج انهم لازم يوقفوا
يوقفوا اي عملية غطس الاعماق المحيط علشان يتجنبوا اي مواجهة مع الميجالدون، لان اي عملية استكشاف للاعماق هتكون السبب في ان الميجالدون يطلع للسطح وساعتها هيقتلهم كلهم. لكن موريس صاحب المحطة بيقول لهم ان هو دفع مليار دولار على المحطة دي، علشان كده مستحيل يوقف استكشاف الاعماق، لان هو كده هيخسر فلوسه كلها. هو في الوقت ده بتكون البنت الصغيرة بتلعب بالكرة بتاعتها في الممر، وفجأة بتشوف قرش الميجالدون وراها وبيحاول يكسر الازاز علشان ياكلها، فبتصرخ من الخوف وبيسمعها جوناس وسوين، ولما بيروحوا لها بتقول لمامتها ان هي شافت قرش ضخم وكان عاوز يكسر الازاز وياكلها. واول ما بيشوفوا اثار اسنانه على الازاز بيفهموا ان ده الميجالدون، وبيشوفوا حوت بيقرب منهم كانه بيستنجد بيهم، وفجأة الميجالدون بيهجم عليه وبياكله، فبيتاكدوا ان هو خرج من الاعماق وانه كده بقى على سطح المحيط، وبكده ممكن يهجم على المحطة في اي وقت. فبيحاول دكتور جيانج يتكلم مع مسؤولين المحطة علشان يعرف ازاي قدر انه يخرج من الاعماق، خصوصا ان في طبقة شبه السحابة بتمنع خروج او دخول الكائنات البحرية من الاعماق. فبيكتشف ان الغواصة بتاعة جوناس لما خرجت من الاعماق عدت على السحابة وعملت ممر مؤقت للقرش وقدر يعدي منه ويخرج، بس لما القرش خرج من السحابة دي الممر اتقفل، وبكده هو اتحبس فوق السطح ومش هيقدر انه يرجع للاعماق تاني، وده معناه انه هيعيش على السطح لفترة طويلة وهيكون مصدر تهديد لاي سفينة بحرية في المحيط. فبيقترح عليهم جوناس انهم يعملوا فخ للقرش ويقتلوه، لان هو هيدمر المحطة باللي فيها. وقبل ما يخلص كلامه بتجيلهم رسالة استغاثة من 3 سفن بحرية، فبياخدوا مركب وبيتحركوا ناحيتهم بسرعة، ولما بيوصلوا بيلاقوا ال3 سفن متدمرين تماما، وبيعرفوا ان الميجالدون هو اللي عمل كده، فبيقرروا انهم يطاردوه ويحطوا عليه جهاز تتبع علشان يقدروا يعرفوا مكانه، وبعدها يستخدموا قفص مضاد للقرود وحد يدخل في القفص ويحقن الميجالدون بسم ويقتلوه. لكن المشكلة في كل ده انهم مش هيقدروا يتحركوا بالسفينة لان القرش هيدمرها بكل سهولة، علشان كده لازم واحد فيهم ينزل المية لوحده ويحط جهاز التتبع ده على الميجالدون. فجوناس بيتطوع للمهمة دي وبينزل للمية بكل هدوء وبيقرب من القرش وبيحط جهاز التتبع على الزعانف بتاعته، وبعد كده بيهرب. بس وهو بيهرب القرش بيحس بيه وبدأ يتحرك ناحيته، وفي اخر لحظة دي جي بيسحبه للمركب، وبعد شوية بيجهزوا قفص مضاد للقروش وبتستعد سوين علشان تدخل القفص وتحقن القرش بسم وتقتله. فجوناس بيطلب منها تسيبه هو ينفذ المهمة دي، بس سوين بتقوله ان محدش هيقدر ينفذ المهمة دي غيرها لان هي الوحيدة اللي عارفة المكان اللي هتحقن فيه القرش بالسم. وبعدها بتدخل القفص وبتنزل البحر وبيرموا ناحيتها لحمة علشان يستدرجوا الميجالدون ناحيتها، وبالفعل بيقرب منها وبتقدر تحقنه بالسم، لكن قبل ما يأثر عليه مفعول السم بيحاول انه يبلع القفص بتاعها. فبينزل جوناس المية بسرعة وبيحاول يشد القفص علشان ينقذ سوين، لكن القرش بيسحب الحبل بتاع القفص بكل قوته، فبيدمر جهاز الرفع اللي ماسك القفص، وبسبب هجوم القرش على القفص بيتكسر جهاز الاكسجين بتاع سوين وبتفقد الوعي، لكن جوناس بينقذها في اخر لحظة وبيخرجها من القفص، بس بيتفاجئ ان القرش بيقرب منهم وهياكلهم، لكن فجأة بيلاقيه بدأ يتحرك ببطء، وده لان السم بدأ يأثر فيه وبيموت بسببه. فبيخرج جوناس من البحر بسرعة، ولما بيرجع المركب بيحاول يفوق سوين، واول ما بتفوق بتشكره، وبكده بيكونوا اصطادوا قرش الميجالدون وعلقوه، والمهندس بيطلب من جوناس يصوره جنب القرش. فالمركب بتتحرك وبيقع في المية وبيضحكوا عليه كلهم، لكن فجأة بيظهر قرش تاني وبياكله وبياكل معاه قرش الميجالدون اللي اصطادوه، وبيتفاجئوا ان ده قرش ميجالدون اكبر من القرش اللي قتلوه. فبيهجم القرش على السفينة بتاعتهم وبيوقعهم كلهم في المية، ولما بيخرجوا بيلاقوا دكتور جيانج مصاب وبينزف دم كتير، وبيهجم عليهم القرش مرة تانية وبياكل دكتور هيلر وبيمشي. فبيترعبوا كلهم من المنظر ده وبيفقد دي جي اعصابه من الخوف، وبيطلب من موريس يخرجهم من هنا بحكم ان هو المسؤول عنهم. فبيركبوا كلهم مركب صغيرة علشان يهربوا من المكان اللي هم فيه ويرجعوا للمحطة، بس بيلاقوا ان قرش الميجالدون ماشي وراهم. فبيتصل موريس على المساعد بتاعه وبيطلب منه يبعت له طيارة فورا علشان يهربوا من القرش، وبالفعل بتوصل الطيارة وبيكون في شخص مسلح بيضرب القرش بجهاز تتبع، وبعدها بيضرب عليه نار علشان يبعدوا عن المركب، وبتعيط سوين علشان والدها الدكتور جيانج مات. ولما بيرجعوا المحطة بيحاول جوناس ان هو يهديها، وبعدها بيجمع موريس كل اللي موجودين في المحطة وبيقول لهم ان هو اتصل بحكومة الصين وبلغهم بكل حاجة عن قرش ميجالدون، علشان كده مضطر يقفل المحطة مؤقتا لحد ما الحكومة تقتله. هو بيعرفهم ان الحكومة الصينية هتبعت لهم طيارات هليكوبتر في خلال 24 ساعة
علشان تخرجهم من المحيط. وبالليل بتوصل الطيارة الخاصة بتاعة موريس وبيمشي من المحطة، فبيتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول له انه هيقتل قرش الميجالدون لان دي فرصته الوحيدة علشان يعوض الفلوس اللي هو خسرها. وبنكتشف ان موريس ما بلغش الحكومة الصينية عن الميجالدون علشان عاوز يقتله بنفسه، وده لان الحكومة لو عرفت ان في عمال ماتوا بسبب القرش هيسجنوه. وبعد شوية بيعرف مكان القرش من خلال جهاز التتبع، وهو بيؤمر رجالته انهم يضربوا عليه صواريخ ويقتلوه. واول ما بيضربوا الصواريخ واحد من رجالته بيقول له انهم قتلوه خلاص، فبينزل موريس من الطيارة علشان يتأكد، وبيطلب من رجالته يجيبوا له سنة تذكار من القرش علشان يحطها ديكور في مكتبه. لكن رجالته بيقولوا له ان القرش ده ملهوش اسنان، فبيفهم على طول انهم قتلوا حوت. وبيتفاجئوا بقرش ميجالدون تحتهم بالظبط، وكان عامل لهم فخ علشان يستدرجهم ليه. فبسرعة بيركب مع رجالته علشان يهربوا من المكان، لكن بيفقد توازنه وبيقع من المركب من غير ما حد يشوفه. فبيطلع على الحوت اللي قتله علشان يحاول يستخبى، لكن قرش الميجالدون بيشوفه وبياكله هو والحوت. وتاني يوم بيكتشف جوناس وفريق البحث ان موريس كذب عليهم وان هو ما بلغش الحكومة، فبيقرروا انهم يخترقوا القمر الصناعي بتاعه ويعرفوا مكان القرش علشان يقتلوه. بس بيتفاجئوا ان القرش رايح لشاطئ مدينة داليان الصينية، واللي تعتبر من ازحم شواطئ العالم واكبر مكان بيتجمع فيه السياح. فبيبداوا يفكروا في طريقة ينقذوا بيها السياح قبل ما القرش ياكلهم. وبعد تفكير بتقول سوين ان هي ممكن تستدرج القرش بعيد عن الشاطئ عن طريق استخدام تسجيل صوتي للحيتان، وده لان الحيتان هي الوجبة المفضلة عند قرش الميجالدون. فبيقتنعوا بالفكرة دي وبيبداوا يجهزوا نفسهم علشان يطاردوا القرش ويبعدوه عن الشاطئ. لكن الميجالدون كان وصل للشاطئ وبدأ يهجم على السياح وبياكل اي حد في طريقه. بس اول ما سمع الصوت بتاع الحوت بيبعد عن الشاطئ وبيروح لمصدر الصوت، وهناك بيكون جوناس وسوين مستنيينه في الغواصة بتاعتهم. ولما بيوصل بيقرب ناحية السفينة بتاعت الفريق، وما بيقدرش جوناس انه يضرب عليه الصواريخ علشان ما يفجرش السفينة، فبيضطر يهرب بعيد علشان يستدرج القرش. وبتضرب سوين صاروخ عليه لكن ما بيأثرش لانه حجمه كبير جدا. فالميجالدون بيروح ناحية سوين علشان يقتلها لكنها بتقدر تهرب منه. ومن غير ما جوناس ياخد باله القرش بيهجم عليه وبيحاول يدمر الغواصة بتاعته. وفي الوقت ده بتكون في طيارة تبع وسائل الاعلام بتصور كل اللي بيحصل، وفجأة بتخبط في طيارة تانية وبيقعوا هما الاتنين على السفينة بتاعتهم، فبيضطروا كلهم ينطوا في المية. وبتيجي سوين علشان تنقذهم قبل ما القرش يعرف مكانهم، لكن لسوء الحظ القرش بيقرب منهم وبيكونوا مش عارفين يتحركوا. فجوناس بيقول لهم ان هو هيستدرج القرش وهيواجهه لوحده. واول ما بيتحرك بيقرب منه القرش وبيوجه جناح الغواصة في بطن القرش، وبيفتح بطنه بجناح الغواصة فبيخليه ينزف كتير جدا. فبيهجم عليه الميجالدون وبيحاول يدمر الغواصة، بس جوناس بيخرج في اخر لحظة وبياخد سهم من الغواصة وبيغرسه في عينه وبيقتله. فبتيجي مجموعة قروش كتير جدا وبيهجموا على الميجالدون وبياكلوه. وبعد كده بيخرج جوناس من البحر وبيقعد مع سوين وبنتها وبيقول لهم ايه رأيكم في الفيلم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم فيلم كل يوم. وسلام. بنشوف واحد اسمه جوناس وهو بيحاول يفجر الحيطة ويعمل فيها فتحة علشان يعرف هو فين بالظبط، بس بيتفاجئ انه على سفينة كبيرة في وسط البحر في الفلبين. فبدأ انه يتسحب بالراحة وشاف العمال وهم بيرموا براميل كيميائية خطيرة جدا في المية، وبدأ انه يصورهم كام صورة علشان يبقى معاه دليل. وبعدها دخل المكتب علشان يشوف المستندات بتاعة البراميل دي، بس البغبغان فضحه وقال حرامي في المكان. فبيجي كام واحد من رجالة السفينة وبيبدأ جوناس يهجم عليهم بسرعة وبيضرب واحد في التاني وبيوقعهم على الأرض. وبعدها بيبدأ يهرب من المكان بسرعة بالصور اللي معاه، بس بيلاقي نفسه واقف في حتة وكلهم حواليه. فطبيعي جدا بما انه البطل فهنشوف شوية اكشن من اللي قلبك يحبهم. وبعد شوية عرف يهرب منهم ويجري علشان ينط في المية، وبيجي واحد ياخد منه رجل سبارتا وبيكمل جري فوق الحاويات، فوقف على حرف الحاويات وهو بيسلم عليهم ونط في المية. بتظهر طيارة فيها فريقه اللي هو ماك وريجاس علشان ياخدوه من المية بطريقة غريبة شوية من غير ما يقف. وبعد كده بنروح معهد المحيطات هاينان اللي في الصين، وبنشوف هيلاري وجيومينج وهم بيجربوا اختراع جديد عبارة عن بدلة بتدي قوة للي يلبسها. وبالفعل بيجرب جيومينج البدلة وبيقدر يكسر حجارة كبيرة جدا، وبيتأكدوا ان البدلة جاهزة علشان يكتشفوا بيها خندق في المحيط العميق. وبتظهر بنت
اخت جيومينج اللي اسمها مينغ علشان تفكرهم بالحفلة بتاعت بالليل. فالليل بيجي ومعاه الحفلة، وجيومينج بيطلع للمسرح علشان يعرض لهم الحيوان الأليف اللي موجود في حوض السباحة، واللي بتكون أنثى الميجالدون واسمها هايكي، وبيقول إنها معاهم من وهي لسه صغيرة جدا، وبسببها قدروا يوصلوا لحاجات كتير في الأبحاث بتاعتهم، وكمان صنعوا حاجة تساعدهم ينزلوا في أي مكان في المحيط. وتاني يوم بنشوف مينغ وهي بتطلب من جوناس ياخدها معاه في الرحلة الاستكشافية اللي هم طالعينها. فطبعا بيقول لها إن الموضوع كله خطر عليها، وبالأخص إنها لسه صغيرة. بس ريجاس بتقطع كلامهم وبتعرف جوناس إن جيومينج نزل حوض السباحة لهايكي، فالتلاتة جروا بسرعة علشان يلحقوه ويقولوا له إن اللي بيعمله ده خطر جدا. بس جيومينج بيلف لهم وبيعرفهم إن الموضوع تحت السيطرة، وبيكون معاه جهاز بيطلع موجات صوتية علشان يستدعي بيها السمكة وتيجي ناحيته. وفعلا بتبدأ إنها تقرب منه وتبعد تاني، بس المرة دي بتكون رايحة عليه بسرعة وفاتحة بقها علشان تاكله. وبيختفي جيومينج من المية، بس بيكون سحب نفسه في اللحظة الأخيرة قبل ما هي تاكله، وبيفاجئ الكل وبيقول لهم إنه كان إحساس حلو جدا. بس جوناس ومينغ قالوا له كلام بايخ بسبب اللي عمله ده. وبيكون جوناس وجيومينج متفقين سوا إن هايكي بتتصرف بطريقة غريبة بقالها أسبوع ومش عارفين السبب. وبعد أسبوع كلهم بيروحوا لمركز الأبحاث البحرية اللي اسمه مانا 1، وبالليل بنلاحظ إن هايكي بتحاول تلاقي طريقة تخرج بيها من المكان، فبتضرب الحديد جامد وبتنجح إنها تهرب من المكان فعلا وتخرج للمحيط. والتاني يوم جهزوا معداتهم وكل فريق ركب غواصة علشان يبدأوا يدوروا عليها. وبيكون جوناس وريغاس في غواصة، وجيومينج معاه لانس وكيرتس في الغواصة التانية، وجيس وماك ودي جي كانوا في غرفة التحكم علشان يتابعوا أجهزة الرادار. فبتبدأ الغواصات تنزل المية لحد ما وصلوا المكان كله ضلمة، بس بيكتشفوا إن مينغ كانت اتسحبت وركبت معاهم الغواصة من غير ما حد ياخد باله منها. فجوناس قرر إنه يلغي المهمة، بس الميجالدون ظهر على الرادار وهو قريب منهم دلوقتي، فبدأت الغواصات تجري ناحيته علشان يرجعوه مكانه تاني. ولما بيتأكدوا من الرادار إن دي هايكي فعلا، بيكون واضح إنها غضبانة جدا وممكن تأذيهم كلهم، فبتعدي الخط الحراري وبيقرر الفريقين إنهم ينزلوا وراها هم كمان. بس بيتفاجئوا كلهم لما بيشوفوا ميجالدون تاني أكبر بكتير من هايكي وبيكون معدي من جنبهم بكل هدوء. بس بيقرروا إنهم يكملوا بحثهم عن هايكي بسرعة ويخرجوا من المكان ده، لأنهم كده في مكان مجهول ما يعرفوش عنه حاجة. فبينزلوا تحت خالص لحد ما بيلاقوا مكان جميل وكله نباتات بحرية، بس بيلاقوا كمان ميجالدون فوقيهم ومعاه هايكي والميجالدون اللي شافوه من شوية. فاستنتجوا من كده ان الميجالدون في حالة تكاثر، وده كان السبب ان هايكي تحس بيهم وتهرب من المكان. وفي الوقت ده المساحات الضوئية بتكتشف ان في محطة متدمرة تحت المية عن طريق اجهزة حديثة، وبتظهر غواصة بتاعت واحد اسمه مونتس اللي بيكون قائد عملية تعدين مش قانونية. فبيكون معاه عمال عشان يفجروا مكان هياخدوا منه معادن، بس لما خد باله ان في غواصتين قريبين منه قرر انه يهرب منهم. بس الاول فجر المكان بالعمال بتوعه علشان محدش يمسكهم ويعرفوا عنه حاجة، وقدر انه يهرب بسرعة من المكان. بس الانفجار كان جامد وهز المية كلها والغواصات مش عارفة تتحرك من مكانها، فبيقع عليهم صخور من التفجير وبتبوظ الغواصات، وكمان الاتصال اتقطع بمقر الشركة وبالغواصات التانية. فماك بيطلب من جيس انها تحضر غواصة الانقاذ بسرعة، وبيكتشف ان السفينة اتدمرت خالص، وبيعرف ان في خاين في الفريق بتاعه. وسالي بتصلح العطل اللاسلكي، وجوناس بيقدر يتكلم مع ماك وبيقول له ما تبعتش اي حد للمكان هنا، وبيعرفوا انهم هيلبسوا البدلات اللي لسه عاملينها ويرجعوا بيها للقاعدة تاني. بس ماك بيأكد عليه انه يكون سريع علشان البدلة فيها اكسجين اخره ساعتين ويخلص. فبمجرد ما يلبسوا البدل يبدأوا يتحركوا فورا، وبيعدوا من تحت خندق ماريانا وبيكونوا مبسوطين من منظر النباتات والمكان عامة. ولانسي بيحاول يخوف اخطبوط صغير، لكن الاخطبوط مسكه من وشه ولف حوالين راسه. بس صحابه خوفوا الاخطبوط وسابوه ومشى. فبيكملوا مشي في المكان وهم منبهرين من جمال المكان والكائنات اللي فيه. بس فجأة بيسمعوا صوت حركة في المكان، ولما بيلفوا لورا مش بيلاقوا لانس وراهم، لكن بيلاقوا الخوذة بتاعته مرمية على الارض. وطبعا مهما حصل دلوقتي مستحيل انهم يعرفوا ينقذوه خلاص، فاضطروا انهم يكملوا
المشي، وماك بيطلب من دي جي وجيس انهم يراجعوا الكاميرات والملفات الشخصية بتاعت الموظفين علشان يعرف مين جاسوس في المكان. وبنشوف مونتس وهو بيكلم هيلاري، فبكده تكون هي الجاسوس اللي ماك بيدور عليه، وبتطلب من مونتس انه يقتلهم كلهم. وبنرجع للفريق وبيكونوا استخدموا الاشعة تحت الحمراء بتاعت البدل علشان يوفروا الطاقة. بس المشكلة ان سال متوترة جدا، وده هيخليها تخلص الاكسجين بتاعها قبل الساعتين. وفي اللحظة دي بتظهر مخلوقات غريبة على الرادار، والفريق بيحس بيهم، وبتظهر تاني على الرادار وبتكون قدام الفريق، وبدأت انها تهجم عليهم. وهم بيدافعوا عن نفسهم البدلة بتاعت كيرتس اتكسر وشها، وجيومينج قرر يشغل شمروخ، وفعلا بدأ النهاشين انهم يختفوا من المكان. بس بيكون الميجالدون حس بوجودهم وهيهجم عليهم، فجيومينج قال لهم انا هحاول الهيه بالنار وانتوا تهربوا. لكن جوناس قال له ما ينفعش تكون ارجل مني وانا بطل الفيلم، فخد منه الشمروخ وقال له ما تحاولش تعمل نمرة تانية علشان هتموت. فرمى الشمروخ عند الحديد علشان الميجالدون يتخبط فيها ويموت. والسال ما بتكونش عارفة تتنفس كويس وبتتحرك ببطء، فبيحاولوا يهربوا بسرعة قبل ما القرش يوصل لهم. بس جيومينج بيرجع لهم بسرعة وبيساعدهم يدخلوا قبل ما القرش ياكلهم. وعلى اخر لحظة قدروا يوصلوا لباب القاعدة الاحتياطية، وقفلوا الباب قبل ما يوصل لهم القرد. بس بيكتشفوا بعدها ان ضغط الهواء زاد في بدلة كيرتس وانها ماتت. وبعد شوية كلهم بدأوا يقلعوا بدلاتهم ويفتشوا المكان علشان يتأكدوا ان مفيش حاجة في المكان. وبيوصلوا لأوضة التحكم وبيحاولوا يكلموا ماك من هناك، بس بيلاقوا قطعة من معدن مش موجودة غير في المكان ده تحت المية. وبيستخدموا المعدن ده في حاجات الفضاء والجو لانه غالي جدا. ومنغي بتتصل بجيس وبتعرفهم ان في اوضتين في الجنب التاني بتاع القاعدة اللي هم فيها ويقدروا يهربوا من هناك. فبدأوا انهم يتحركوا فورا علشان يخرجوا من هنا، بس بيتصدموا لما بيلاقوا ان عمال المناجم اللي هنا استخدموا بدلات زي بتاعتهم بالظبط. وده معناه ان فعلا في حد وسطهم كان بيسرب معلومات مهمة وبيخونهم. ولما وصلوا للباب لقوا كبسولات النجاة، بس لما دخلوا فيها وبدأوا يشغلوها الباب الرئيسي قفل والشاشات اشتغلت قدامهم. وبتظهر جيس وبتعترف لهم ان هي الخاين اللي وسطيهم، وبتقول ان هي اللي قفلت الباب وطلعت كبسولة قدامهم علشان يصدقوها. وفي الوقت ده كانت هيلاري شايفة كل حاجة عن طريق الارسال بتاع الفرقة. وجيس بتقول لريجاس انها هتديله فرصة يهرب لو قتل جوناس، فجوناس بيقول لها اقتليني علشان تخرجي من هنا. بس ريجاس بترفض انها تعمل كده. فجيس طلعت كمان كبسولة من القاعدة، وهيلاري دخلت في البث وبتعرف جيس انها شافت كل حاجة وانها بعتت ناس للعمال بتوعها في مانا 1. وبتطلب من جيس انها توقف اللي بتعمله ده علشان ملهوش لازمة خلاص. لكن جيس ما سمعتش الكلام وفتحت فتحة صغيرة تدخل لهم مية في المكان علشان تموتهم. وبكده مفيش قدامهم غير انهم يفتحوا الباب، وعلشان يعملوا كده لازم يسيطروا على جيس. فجوناس اتطوع بنفسه وخرج عن طريق اوضة فيها ضغط هواء، وخرج منها للبحر علشان يوصل لمركز الاتصال. بس بيلاقي قدامه سمكة ميجالدون، فبيضرب عليها نار علشان يقدر يخلص المهمة بتاعته بسرعة. بس بيفقد وعيه بسبب ضغط المية لانه مش لابس بدلة. ولما بيفوق بيلاقي ان مونتس اللي انقذه علشان عايز يقتله بنفسه، لان جوناس كان السبب انه اتسجن من سنين. وفي اللحظة دي بيكون الفريق كله بيغرق، ومونتس وجوناس بدأوا يتعاركوا وبيقعوا سوا من فوق. فجوناس بيضرب مونتس بحجارة من اللي على الارض ورمى حديدة يوقف بيها الآلة. ومونتس بيحاول يهجم عليه تاني فوقعه من فوق ومسك في حبل علشان يوصل لغرفة التحكم علشان ينقذ فريقه. بس مونتس مش راضي يهمد ورجع له تاني، وفضلوا يضربوا في بعض شوية لحد ما جوناس ضربه على دماغه ووقعه على الارض. وبعدها قدر يفتح الباب للفريق علشان يخرجوا. فقرروا انهم يهربوا بسفينة مونتس، بس المشكلة انها مش مفعلة الاجراءات المضادة للحيوانات المفترسة، فمحتاجين طريقة يشتتوا بيها الميجالدون علشان يهربوا. فجيومينج قرر ينور المحطة كلها من غرفة التحكم علشان الميجالدون يبدأ يهجم على المحطة لحد ما يهربوا هم. فالميجالدون بيكسر في المحطة وهم خايفين يدفنوا تحت المحطة وعايزين يمشوا بسرعة. وعلى اخر لحظة جيومينج بيرجع للسفينة، وقدروا هم الاربعة يهربوا ويرجعوا للقاعدة تاني. بس اللي هم متأكدين منه دلوقتي ان الانفجار اللي حصل عمل خلل في الخط الحراري، وده ممكن يكون سبب كارثة لو الميجالدون عدى من الخط الحراري للمحيط. ومونتس بيكون لابس بدلة خاصة ومسك في الغواصة بتاعتهم علشان يهرب معاهم.
وماك ودي جي بيراجعوا الكاميرات وبيتأكدوا ان جيس هي الجاسوسة. وفي اللحظة دي بيجي لهم مجموعة من المرتزقة ومعاهم اوامر من جيس انهم يقتلوا اي حد يقف قصادهم. فماك ودي جي سمعوهم وقرروا انهم يطلعوا يرشوا على وشهم فلفل علشان يقدروا يهربوا. وجوناس بيكون وصل للقاعدة ويلاحظ ان في مشاكل في المكان، فبدأ انه يتسحب علشان يساعد صحابه. والمرتزقة بيكونوا مسكوا ماك ودي جي وربطوا ايدهم بالكلبشات، بس جيومينج بيقف قدامهم وبيفضل يتكلم بالصيني علشان يلهيهم لحد ما يجي جوناس من وراهم علشان يساعدهم. ومونتس بيكون وصل للقاعدة بتاعته، وبنعرف هنا ان هو وجيس متجوزين. وفي اللحظة دي بنشوف 3 اسماك ميجالدون جايين ناحية القاعدة، وجيس بتكلم هيلاري علشان تعرف هم هيعملوا ايه دلوقتي. هي ما تعرفش ان الميجالدون وراها وكسر الازاز وكلها. ومونتس بيقدر يهرب قبل ما المية توصل له ويغرق في البحر. وجوناس وفريقه خدوا مركب علشان يهربوا من المكان بسرعة، بس المرتزقة شافوهم وبدأوا يتحركوا وراهم علشان يقتلوهم. لكن الميجالدون بيجي عندهم وبيفضل يلف حوالين المركب، وبيكونوا مستنيين امر من مونتس علشان يضربوا نار. بس قبل ما يوصل لهم الامر بالضرب، الميجالدون بيقوم بالواجب وبلعهم كلهم بالمركبة. وطبعا دي فرصة لجوناس وفريقه علشان يقدروا يهربوا بسرعة من المكان ده. وهيلاري بتقول لمونتس هديك نص ثروتي لو قتلت جوناس النهارده. وجوناس بيعمل حربة قبل ما يطلع للشاطئ علشان كله سياح وعددهم كبير جدا، والدلافين بتهرب من المية لانها حاسة بالخطر اللي جاي عليهم. وبنشوف مركب عليها واحد بيتقدم لحبيبته، بس الكاتم وقع منه، ولما نزل علشان يجيبه وقف تاني ما لقاهاش قدامه. وفجأة بدأت المركب تتهز جامد وكل اللي عليها بيقع في المية، وبيكون في حيوان كبير في المية غير الميجالدون عمال ياكل في الناس وهو اللي بيوقعهم من المركب. وهيلاري ومونتس كانوا وصلوا للغابة ومعاهم رجالتهم، ولما بدأوا يدخلوا الغابة قابلوا ديناصورات صغيرة قدامهم وبدأوا يضربوا عليهم نار. وفي الوقت نفسه كانت هيلاري قلقانة بسبب صوت الرصاص اللي سمعاه، وبتتفاجئ بوحش داخلها الطيارة وسحبها منها على الأرض ودخل بها للغابة. والفريق بتاع جوناس على الشاطئ بيحذر الناس من القروش اللي في المية علشان يهربوا بسرعة. وفي اللحظة دي بيوصل ميجالدون للشاطئ وبياكل الناس اللي كانت لسه في المية. ودي جي وريجاس وصلوا المكان علشان يستخدموا جهاز الإرسال اللي فيه، بس شافوا الديناصورات وهي بتاكل في المرتزقة، فقرروا يستخبوا بسرعة قبل ما يشوفوهم. وما كانش فيه غير دراجة نارية واحدة في المية، فقرر جوناس ان هو اللي يدخل بيها للميجالدون. وماك وجيومينج دخلوا مخزن ولقوا فيه مادة يقدروا يصنعوا منها قنبلة، بس لسوء الحظ المرتزقة وصلوا لهم وشافوهم. وجوناس كان في المية بيجري بسرعة من الميجالدون وبيسحبهم بعيد عن الشاطئ، بس هو بينط بالدراجة بتاعته وقع في المية، لكن قدر يطلع بسرعة. وعلى اخر لحظة الميجالدون كان هياكلوا فيها، الدراجة اشتغلت وهرب بسرعة. وريجاس ودي جي مستنيين الوحوش تمشي علشان ياخدوا تليفون اي حد من المرتزقة اللي ماتوا، بس في وحش شافهم وبدأوا يهربوا منه بسرعة لحد ما دخلوا نفس المخزن اللي المرتزقة فيه مع باقي فريقهم. بس جيومينج بيشغل دماغه وزق دي جي على الزرار اللي بيفتح الباب علشان الوحوش تدخل ويقدروا يهربوا من الموقف ده. فالمرتزقة بيضربوا نار في كل مكان على الوحوش لحد ما جت كام رصاصة في خزان غاز وانفجر بالمكان كله. ودي جي كان جاب تليفون وعمل اتصالات علشان يطلب المساعدة بسرعة. وجيومينج وماك راحوا يجيبوا الطيارة بتاعت هيلاري اللي بيلاقوا عندها وحش مستني يشوف اي حد على الخريطة. فجيومينج بيبدأ انه يلهيه علشان ماك يشغل الطيارة، بس قبل ما يركب الطيارة قرر يزودها بشوية بنزين علشان ما تعطلش منهم. بس ماك اضطر انه يطلع بالطيارة علشان في عدد من الوحوش قرب عليهم، لكن جيومينج ما كانش مستعد فوقع من الطيارة، فمسك خرطوم البنزين وفضل يكب عليهم كتير لحد ما ماك ضرب رصاصة عليهم علشان يولع فيهم كلهم. وجيومينج نط في الطيارة على اخر لحظة. وجوناس في الوقت ده كان بيطارد ميجالدون لحد ما ركب موجة عالية وقدر يضرب الميجالدون بحربة جت فيه وقتلته. ولما راح علشان يقتل كمان واحد بيتفاجئ ان مونتس بيضرب نار عليه ووقع من ايده الحربة، فبيهرب بسرعة منه لحد الشاطئ اللي بيكون فيه وحش ضخم عمال ياكل في الناس اللي في المية. ومنغ بيصعب عليها الناس وبتقرر انها تدخل تساعدهم، فجيومينج شافها وقرب منها علشان ينقذها بسرعة، بس الوحش مسك الطيارة علشان يرميها في المية. والميجالدون بيخبط في جوناس بس بيلحق نفسه بسرعة، ولحسن حظه ان
الميجالدون شبك في جنزير حديد، فنزل تحت الكوبري علشان يستخبى من مونتس اللي رايح يدور عليه وبيضرب نار بطريقة عشوائية. بس جوناس طلع من تحتيه وضربه في رجله ونزل الدم في المية، فالميجالدون جاي بسرعة على ريحة الدم، وجوناس كان مستعد انه يرمي مونتس للميجالدون، والوحش بيكون مدمر الدنيا على الاخر وعمال يقتل في الناس. فجيومينج نزل المية وزرع في جسمه قنبلة علشان يفجر بيها الوحش، بس الوحش كان قوي جدا والانفجار ما اثرش عليه كتير ومسك جيومينج وهو تحت المية. بس الوحش كان ماسك قرش ميجالدون كمان اللي بدأ ياكل فيه، ودي كانت فرصة لجيومينج انه يهرب بسرعة. فشاف الطيارة اللي وقعت في المية وراح يقف عليها هو وجوناس مسك ريشة المروحة وبدأ يضربها في المية علشان الميجالدون يجي عليهم ويصدر له المروحة ويقتلوا بيها. وبعدها بنشوفهم التلاتة وهم طالعين من المية للشاطئ، بس بيظهر كمان ميجالدون وراهم، لكن جيومينج بيقف قدامه بالجهاز بتاعه وبينجح انه يخليه ما يشوفهمش ويرجع تاني، وده لان السمكة دي كانت هايكي اللي هم مربيينها. وبكده يكون فيلمنا خلص النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو كدعم منك لينا، واشترك في قناة محمود عادل علشان يوصلك اشعار بكل ملخصات الافلام والمسلسلات اول باول. وسلام.